بما تفسر هذا الدور الكبير للأسبوع السابع، سواء على مستوى التمايز والانقسام، أو على مستوى الجينات، أو على مستوى الهرمونات الناتجة كتفعيل لدور الجينات، واليوم طيب هو 42 فين الإعجاز؟ تحديدا. فين الإعجاز بقى اللي في الحديث معلش؟ ما فيش حد بصوا يا جماعة، هيقول لك كائنات فضائية في الآخر. لا مش كلام الإعجاز هو إن فضائية، ما فين فيش حد الإعجاز ده؟ غيره عملها، ما فيش حد غيره قدر إيه يعرفها. إيه إيه مين إيه يقدر إيه اللي يعرفها؟ في هو قال إيه بقى في الحديث؟ إذا مر بالنطفة 42 ليلة خلق عظامها. آسف، الله. قال أي رب ذكر أم أنثى؟ الملك بيسأل ربنا بيقول له يا رب أذكر أو أنثى، ويكتب في كتاب وياخد الصحيفة ويمشي، ده اللي في صحيح مسلم. فين بقى يا إنه قال رب، إن يا الأعضاء رب قرر بتتميز في على اليوم الجنين 42؟ ده، شق سمعها وبصرها ولحمها وعظامها، وقال أي رب ذكر أم أنثى؟ ده هيبقى ذكر ولا هيبقى ما قالش أنثى؟ إنه ميز. بيسأل ربنا بيقول له يا رب ده يبقى ذكر أم أنثى، وبيكتب في صحيفة وبياخد الصحيفة معاه وبيمشي. تقصد إن هو يا رب ذكر أم أنثى، يعني يا رب أنا جاي أقعد جنبه عشان أكتب جنبه عشان الدنيا ضيقة فوق في السماء وطالع؟ ما ده اللي حاصل اهو، ده اللي في طيب الحديث. يعني أنت عاوز تقول إن بيسأله. الملاك طب أنا بسألك قال له سؤال طب يا أنا رب بسألك سؤال يا... هو لا قال لا، هو استنى سأله بس. بس يا رب أذكر أم أنثى، ولا سأله عن حاجات تانية؟ لا، قال له يا رب أنا هشتغل، هشق السمع يا رب، وهشق البصر يا رب، وهشق اللحم يا رب، وهشق العظام يا رب، إنما وأشق الجنس. الجلد يا رب، وما تنساش استنى الجلد بس، والشعر. ما استنى تنساش بس، الجلد والشعر. استنى بس. وبعد ما هشقهم، استنى يا رب اغسل ايدي وامسك القلم، قول لي بقى يا رب انا مش هتدخل في موضوع الجنس، انا بكتب الجنس بس، انما الباقي انا بلغوص فيه اشتغل فيه عادي. انما ده طيب تحديدا السما ضيقه فوق، فانا جاي اكتبه جنبه وطالع. طيب ثم قال يا رب أذكر أم أنثى، يبقى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك اه، ما شاء ويكتب الاجل ده الملك، شيء معنوي، ثم ده شيء يقول يا معنوي رب مش مادي. رزقه. لا ده شيء برضو معناه في ايه؟ علم هو الغيب، ده الناس مش هتموت، تبعنا. يعني هو نزل برضه من السماء علشان يكتب اجله، ونزل من السماء علشان يكتب رزقه. لا، في ها، فرق، في فرق. إيه اللي فيه كتب فرق؟ الرزق والاجل بعد تمام تصوير هذه الاشياء. فين قال ان هو صور ذكر او انثى اهو في اليوم ال خلق 42؟ لحمها وسمعها وبصرها وعظامها. لحمها تمت وسمعها بعد ما وبصرها الحاجات دي وعظامها. اتخلقت وتحدد الله عليك. جنسه، كتب كل حاجه. فين قال بقى انه صور اعضاء التناسليه؟ هو وقال سأل يا اي رب رب أذكر أم ذكر ام أنثى. انثى؟ سأل بس. سأل وكتب طيب زي سأل ما امتى؟ سأل طب عن. سأل طب امتى؟ طب اسمعني سأل امتى؟ اسمعني بالراحه بس. طب سأل اسمعني امتى؟ طب انت سأل امتى؟ سيبني اكمل جملتي. مش سأل بعد سأل يا 42 رب. ليله؟ لا اله الا الله. طب مش تسألني، مش تسيبني اكمل جملتي بس. سأل يا رب أذكر أم أنثى، وسأل يا رب أجله، ويا رب رزقه. هل أجله جه في اليوم ال 42؟ هل رزقه ده هياخده في اليوم ال 42؟ ده امر بديهي، لا. انما الاعضاء ده حاجه يبقى تانية. الاعضاء هل هو حاجه قال تانية، الاعضاء حاجه تانية هل هو قال غير الرزق والاجل، ده دول الاتنين هل غير هو بعض قال خالص. ايوه الاعضاء بتاعه مش الجسم مشكله حاجه تانية غير الرزق والاجل. يا سيدي. هو قال ان هو بيميز الاعضاء التناسليه المذكره والمؤنثه في اليوم ال 42. هو قال انا بسال يا خلاص رب ده قولها، ذكر ولا انثى وبكتب. قولها بس يا تعب، يا باحث، قولها بس. قول هو اشتغل بايده في دول، اما في دول في دي ماليش بالذات دعوه كسل، هو ولا انا ما مش قالش فاضي. هو ما قالش ان هو ما هو بيعمل دول ده حتى. تكلف منك يا استاذ باحث. ده ده مش تكلف، تكلف ده منك يا تكلف استاذ من باحث. حضرتك، ده لما يبقى تكلف من الملاك حضرتك. نازل مم. صنايع اعضاء، صنايع اعضاء، فنازل يصنع الله عليك. الودن والمناخير والرجل، انما اه الاعضاء التناسليه ده مش تخصصي. ده هو ما تكلف قالش انه منك يا استاذ صنعها في باحث. اليوم ده. اي طيب هو قال صور زي ما انت بتقول شق لحمه سمعها وبصرها ولحمها وعظامها. انما يجي على وبصره العضو ده، ما وعظامه هوش تخصص، وشعره. ما هوش تخصص مناسل. ما قلناش مش تخصص. وشعره وجلده. هل دلوقتي هو قال ان هو صور اعضاء تناسليه، ولا قال انه بيسال ربنا عن الجنس وبيكتب؟ هو ما قالش كلمة صور أعضاء التناسلية، كلمة صور تصوير أعضاء معناها التناسلية طيب مفهوم معنى دي بالمجاورة معنى مع دي باقي الأعضاء يعني أنت مفهوم فهمت الجملة اللي أنا بالمجاوره. قلتها؟ طب فهمت انت الجملة اللي أنا تفهم قلتها؟ طب انت تفهم من ايه ان هو يقول لك لما جه اتكلم عن الاعضاء كتب ان هو صورها، ولما جه اتكلم عن ذكر ولا انثى حطها مع الحاجات اللي بيسال عنها؟ يعني حط دول في كاتيجوري ودول في كاتيجوري تاني. لأن الأعضاء مم. التناسلية غير اللحم والسمع والعظام، يعني اللي العظم غير ما اللحم فيش والسمع احتمالين، أقول لك اللحم ما فيش احتمالين إن يحط العظم ما فيش احتمالين يحط عظمة ولا جريدة خشب. اللحم يحط لحمه ولا يحط بلاستيك نمشيها بلاستيك. انما الجنس لازم واحده من الاثنين،
انما الاجل لازم حاجه ما قالش ان محدده. هو صورهم، ما قالش ان هو صورهم، وقال بس انه خلاص بيسأل. قولها، هو نازل يصنع ما الجسم قالش ان هو بيسأل. ما ما هو قالش بدليل ان هو المجاوره ما يا استاذ قالش ان باحث. هو اي ما هو ده المجاوره مع تكلف من الثاني. حضرتك، انت حضرتك يا عاوز عم ده تكلف تفهمنا منك ان انت. هو قال له يا رب خليني طيب ده اصنع تكلف اللحم منك والعصب انت. والجلد والعظام والمناخير والودن، لكن الاعضاء التناسليه يا رب دي مش تخصصي، نزل واحد تاني يعملها. ايه لا الكلام ده؟ هو ما قالش ان هو بيعملها في الوقت ده. خلاص هو ما قالش ان هو بيعملها خلاص في الوقت ده. الاعضاء التناسليه مش تخصص ملائكه. يا الملائكه يصنعوا عم مناخير تخصص، يا لكن عم ما تخصص يصنعوش تخصص. اعضاء طب تناسليه. ثانيه واحده. طب ثانيه واحده عشان مش وخلاص. هو الملك نزل قال انا صورت كذا وكذا وكذا وكذا، وجاء عند ايوه، الذكر والانثى سأل ربنا وبيكتب في الصحيفه، عشان والشقاء والسعاده احتمالين، سأل ربنا. عشان طب احتمالين. طب ما تسيبنا نكمل الجمله اللي انا بتكلم فيها يا استاذ أحمد. وجاء عند الشقاء والسعاده بيسأل ربنا وبيكتب في الصحيفه، وجاء عند الاجل بيسأل ربنا وبيكتب في الصحيفه. هل قال ان انا بصور الاعضاء التناسليه؟ ما قالش. انت اللي رديت بتفترضها. على دي، رديت هل على دي، ممكن وانت ما يا رديتش عم على انا الرد. لسه كملت كلام، انا لسه كملت كلام. طيب معنى ايه المعنى ان هو يذكر انه صور الاعضاء دي وما يذكرش ده؟ معنى كده ان عادي ممكن تكون الاعضاء دي عنده هو تتصور بعد كده اصلا، لسه مش ايه؟ ميعادها دلوقتي في اليوم ال 42. مش فاهم بتقول ايه؟ يمكن لما ايه؟ هو يقول ان هو صور السمع والبصر والجلد والشعر والمعرفش ايه. لسه نيجي لموضوع الجلد والشعر ده. صور السمع والبصر والجلد والشعر في اليوم ال 42، ويجي عند الاعضاء التناسليه ما قالش ان هو صورها، قال بس انه سال ربنا وكتب في صحيفه، وفي الاخر خد الصحيفه في ايده ومشي. ده بنص حديث صحيح مسلم. يبقى مش معنى كده انه صورهم في اليوم ال 42. ممكن يكون لسه هيتصوروا في اليوم اللي بعد كده، هينزل ملك في يوم تاني يصورهم يا اخي. طيب دي اول مشكله عند طب حضرتك في اشمعنى الحته قال دي. له 42 طالما هو مش في الوقت ده؟ ما هو ده سؤال بقى هنساله على كل الحاجات دي. شوف كل الحاجات جاوب دي بقى، هنسال ما هو اشمعنى في اليوم ال ايه 42. ايه قيمة اشمعنى قال اليوم ال له بتصحوا في اليوم 42؟ ال 42. ايه قيمة اليوم ال 42 اذا ما ما كانش هو ده اسال اليوم اللي اسال اسال بيبتدي فيه اسال الحاجات انت. دي؟ هل هو قال انه ان الديفرنشيشن يا بيحصل سيدي في اليوم 42؟ ما قالش. هو انت اللي هو بتفترض. هو ما قالش طيب. الديفرنشيشن، هو قال طيب انا الجنين بسالك بيتحدد سؤال، ذكر ولا انثى ايه في اليوم ال فكره 42. في شعر؟ انا بسالك في شعر في اليوم 42؟ شوف، في 5 حاجات مذكورة في الحديث، احنا ماسكين واحدة بس منهم، انت عاوز تناقشهم الخمسة؟ يا سيدي انا بسالك دلوقتي سؤال، في شعر في اليوم 42؟ ما انت بتسالني اشمعنى ذكر الحاجات دي في اليوم 42، انا بسالك في شعر في اليوم علميا 42؟ طبعا، علميا ما فيش ولو انت شعر عاوز في اليوم اجيبها لك اجيبها 42. لك. والله ما علميا فيش اجيبها شعر في لك، يا اليوم نهار ابيض. 42. ما فيش يا شعر في باشا اليوم انا 42. ابقى ما عنديش شعر لو ما جبتلكش شعر. شايف شعري ده اهو، احلقه لو ما جبتلكش شعر في اليوم ال الديفرنشيشن 42. بتاعها عند الاسبوع ال ايه 12. الهير يا باشا، فوليكل ده انت حبيبي وابن بتبدا حبيبي، نعمل عند الاسبوع مناظره ال عن 12. متى يتكون الشعر في الجنين، ده موضوع الله عظيم نعمل وهايل مناظره، نعمل وميت فل مناظره، ايه رايك في و14. موضوع الشعر ده لكن دلوقتي يا استاذ، ما احنا اهو الجلد في في اليوم مناظره اهو. 42. يا ادينا دكتور ري، الجلد في اليوم 42. دكتور ري بعد اذنك، دكتور ري لو سمحت، مين يا ايوه جماعه ايوه. يمسك وقت؟ تقدر تمسك وقت ولا اخونا ابن خلينا بقالي كام ناخد شهر. وقت يا دكتور ري. يا ابن حزم لا يعني تمسك الوقت، يا اخونا لا. وسيم تمسك وقت، مين يمسك وقت؟ يا اخونا ابن حزم، حد يطلع يمسك وقت. مين يمسك وقت يا رجاله؟ اطلع يا اخونا الوقت. دكتوره سنه تمسك لنا وقت، دكتوره سنه جت اهي تمسك لنا وقت. ايش يا دكتور؟ مفيش مشكله لو دكتوره سنه موجوده، مفيش مشكله، انزل بشتغل. لو تقدر دكتوره تمسك سنه وقت يا تقدر لورد ولا تمسك ايه؟ لنا وقت، ممكن تمسك لنا وقت. ايه يا جماعه، اللي عاوز يمسك الوقت ارفع ايده يا جماعه. استاذ احمد ممكن امسك الوقت ثواني. طيب 3 دقائق يا استاذ وسيم لكل واحد. ثواني فقط اجهز الهورلوك تبعي دقيقه فقط، ثواني. هو حديث الشعر ده فين يا باحث؟ في كتاب تقريب كتاب السنه للشيخ الالباني، الاسناد صحيح على شرط الشيخين، وموجود في المعجم الكبير للطبراني. كم تريد الوقت يا استاذ؟ 3 دقائق لكل واحد. طيب جميل. طيب هبتدي انا. طيب ثواني، ما تفضل استاذ احمد، معك 3 دقائق، تفضل. طيب هو جنس الجنين اساسي بشكل مؤكد بيتحدد في اواخر الاسبوع السادس وبدايه السابع، ده علميا، وانا قدمت الادله على هذا الامر. اصبح النقاش بس هل الحديث بيقول هذا الكلام ولا لا. فكان الاعتراض الاولاني ان هو بيقول كلمه اذا مر بالنطفه قال الملك يا رب ذكر او انثى، مش معناها يا رب ذكر او انثى دلوقتي، ما يمكن يا رب ذكر او انثى بعد 50 يوم، ما يمكن يا رب ذكر او انثى بعد 5000 يوم.
طب ايه فايده ذكر ال 42 يوم طالما ينفع بعد 50، طالما ينفع بعد 70، طالما ينفع بعد 80؟ يعني هو لو ما كتبش دلوقتي القطر هيفوت ويمشي، يعني هو مش فاضي يكتب غير دلوقتي بس، يعني مش هيعرف يكتب في اليوم ال90 مثلا لو كان جنس الجنين بيتحدد في اليوم ال90 مش قادر يكتبه في اليوم ال90، اشمعنى في اليوم ده بالذات قرر ان هو يكتب؟ بيقول لي اصل النص بيقول خلق سمعها وبصرها ولحمها وعظامها وما قالش وخلقها ذكر ام انثى. ده الراجل الملاك بيقول له يا ربي ذكر ولا انثى، بدليل المجاوره. طالما دي جنب دي يبقى يا ربي اصوره ذكر ام انثى، يا ربي اجعله ذكر ام انثى، يا ربي يجعل ذكرا ام انثى، بدليل المجاوره طالما دي جنب دي. هو يعني قال يا رب انا هصنع سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، لكن يا رب انا مش تخصص اعضاء تناسليه. ما هو الراجل الملاك نزل صور سمعها وبصرها ولحمها وعظامها، اشمعنى يعني الاعضاء التناسليه هي اللي مش هيصورها يعني؟ قال لي لا، اصل هي جه بعدها ثم يقول اي رب اجله، ثم يقول اي رب رزقه، فليه ما تبقاش مع اللي بعد؟ ليه تبقى مع اللي قبل؟ قلت لان دي من جنس اللي قبل مش من جنس اللي بعد. فقام قال لي طيب ما في احاديث تانية بتقول اذا مر بالنطف ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه. اول حاجه ثم يكون علاقه مثل ذلك، دي ينفع مثل ذلك الوقت وينفع مثل ذلك الجمع زي ما قال الزملكاني وزي ما قال ابن رجب الحنبلي. كمان في طرق اخرى بتقول ثم يكون علاقه في ذلك مثل ذلك، في ذلك مثل ذلك دي تحتمل في ذلك الوقت مثل ذلك الجمع، وبالتالي يبقى في نفس الوقت. ولما يبقى عندك متن مضطرب، لما يبقى عندك حديث ما هوش مضطرب المتن، الحديث مضطرب المتن بيحمل على الحديث غير مضطرب المتن. فالحديث بتاع 42 ليله اذا في صحيح مسلم غير مضطرب المتن، اذا مر بنطفه 42 ليله اتاها الملك وشق سمعه، ده ما فيهوش اضطراب. انما يجمع خلقه هو اللي فيه اضطراب على شكلين وفي كل الاحوال. انت عاوز تقول لي يعني ان الحديث بتاع 42 بتاع مسلم ده لطشت معاه صدفه؟ اتفضل. طيب معك طيب واحد 3 دقائق. هو سمح يعني استاذ احمد فضل لك وقت ثواني يعني، لكن معلش تفضل باحث 3 دقائق. طيب اولا الحديث اللي بيتكلم عنه الاستاذ احمد اللي هو في صحيح مسلم، هذا الحديث كل علماء المسلمين من زمان اللي بيشرحوا الصحيحين، سواء الامام ابن حجر العسقلاني اللي شرح فتح الباري اللي شرح صحيح البخاري او الامام النووي اللي شرح صحيح مسلم، قالوا ان هذا الحديث بيحمل على حديث ابن مسعود اللي هو اصح في الباب. معرفش ازاي بيتهم الاستاذ احمد حديث ابن مسعود اللي اخرجه الامام البخاري واعرض عن اخراج حديث مسلم بان هو مضطرب. حديث اخرجه الشيخان البخاري ومسلم صار عند الدكتور احمد الشامي مضطرب. ليه؟ علشان الحديث ده بيتعارض مع فهمه هو للحديث اللي قدامه لصحيح مسلم اللي اعرض عنه اصلا الامام البخاري. فاحنا عندنا الحديث لم يقل فيه الملك ان هو بيصور الاعضاء التناسليه في اليوم 42. هو قال بس انه بيسال الله يا رب ده ذكر ولا انثى وبيكتب، وبيسال الله يا رب اجله امتى وبيكتب، يا رب رزقه ايه وبيكتب، يا رب شقي ام سعيد وبيكتب. انما اللي قال فيه على موضوع التصوير والخلق كان السمع والبصر والجلد والشعر والعظام واللحم والدم بمجموع الروايات بتاعت هذا الحديث. فبيجي يقول لك لا اصل ده والله في تخيير، عشان هيسالوا بقى يا رب ده ذكر ولا يا رب ده انثى. طب ما هو شقي ام سعيد ده في تخيير، هيبقى شقي ولا هيبقى سعيد. رزق اجله ما هو ده برضه في تخيير، هيموت بكره ولا بعد ولا بعد ولا بعد. فالاولى لو انت بتتكلم على فكره التخيير انه يتحمل مع دوله، انه جمع دوله. فمش من معنى الحديث ان اليوروجينيتال ريدج بيتمايز ليه فيميل جينيتاليا او ميل جينيتاليا عند اليوم 42. طيب الحديث بتاع ابن مسعود اللي حضرتك بتحاول تأوله، لا الحديث جاء بشكل صحيح صريح عن ابن مسعود بسند صحيح على شرط مسلم عند الامام الطحاوي في شرح مشكل الاثار، وصرح مع كل مرحله بال40. فبالتالي كل تأويلاتك انت للحديث ده بعد هذه الروايه القاطعه باطله، لان اللي روى نفسه الحديث ابن مسعود صرح في روايه الامام الطحاوي في شرح مشكل الاثار بال40 مع كل مرحله. طيب فمعنى كده ان عند اليوم 42 هو بيكون في انهي مرحله؟ بيكون لسه في مرحله المضغه، ما حصلش تصوير ولا حاجه. لذلك هنلاقي ان الامام النووي في شرحه
على صحيح مسلم قال ايه؟ قال آه احدها حين يخلقها ولكلام الملك وتصرفه، او قال احدها حين يخلقها الله تعالى نطفة ثم ينقلها علقة، وهو اول علم الملك بانه ولد، لانه ليس كل نطفة تصير ولد، وذلك عقب الأربعين الأولى. يبقى علم الملك بأن هي تبقى ولد إمتى؟ عند الأربعين الأولى. وحينئذ يكتب. باحث انتهى الوقت يعني الآن. تفضل أستاذ أحمد. طيب الجملة بس، جملة هقولها بس. وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته، ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر، وهو تصويره وخلق سمعه وبصره وجلده وعظمه وكونه ذكرا أم أنثى، وذلك إنما يكون في الأربعين الثالثة. تفضل أستاذ أحمد، سأضيف لك بعض ثواني يعني زيادة على المطلقات. تفضل أستاذ أحمد. طيب هو فعلا أغلب العلماء قالوا إن الحديث بيحمل على 3 أربعينات، وفي بعض العلماء قالوا لا، هي 40 واحدة. فأنا لا أخالف في هذا، لكن أنا أخالف في كون الرأي القائل بأن هي 3 أربعينات صحيح. الرأي القائل بأن هي 40 واحدة هو الصحيح، والدليل حاسم وقاطع في المسألة. الأحاديث كلها اللي ذكرت ثم يكون علقة مثل ذلك، هذه الأحاديث كلها مروية من طريقين 2 كلهم عن ابن مسعود. أحد هذين الطريقين بيقولها ثم يكون علقة مثل ذلك، وهو نفس الطريق ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك، والاثنين سندهم صحيح. فحضرتك رجح لي أي اللفظتين هو الصحيح، علقة مثل ذلك ولا علقة في ذلك مثل ذلك؟ لأن هي لو في ذلك مثل ذلك معناها في ذلك الوقت مثل ذلك الجمع، فالمسألة تصبح محسومة. وبعدين أنت حضرتك ما قدرتش تجمع لي ما بينها وما بين حديث مسلم. اجمع لي ما بينها وما بين حديث مسلم. حديث مسلم ليس فيه أي لفظة مضطربة، وبناء عليه هو الحديث الذي يرجح ما بين اللفظتين المضطربتين. أنا لما بقول إن اللفظة مضطربة مش معناها إن الحديث مكذوب أو إن الحديث باطل أو إن الحديث ضعيف عشان تقول لي أصل في الشيخين. لا، ده لفظة، اللفظة دي فيه اضطراب حواليها. فاللفظة دي لو انت ما عرفتش تحسم الاضطراب بتاعها هيبقى حديث مسلم لا اضطراب فيه قط، إذا مر بالنطفة 42 ليلة. بالإضافة إلى أن اللفظة نفسها في الحديث ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني مثل ذلك الوقت ولا مثل ذلك الجمع. وفي طريقة تانية يجمع خلقه، يبقى مثل ذلك الوقت ولا مثل ذلك الجمع ولا مثل ذلك الخلق. عندك دليل قاطع، مش أقوال الرجال، لا، دليل، عندك دليل عقلي، دليل من السياق، عندك دليل على هذا. فلو انت اعتبرت الحديث الصحيح هو في ذلك، وكمان عندك مشكلة في ذلك مثل ذلك، وبعد كده عندك مشكلة ان انت ما عرفتش تجمع مع حديث صحيح مسلم، انما انا عرفت بان فيه اضطراب في هذه اللفظة فامكن الجمع بينها. بتقول لي الملاك لم يقل يصور وانما سأل فقط. طب انا بسأل حضرتك سؤال، لو هو قال وصورها ذكر ام انثى، ساعتها كانت هتبقى معجزة؟ يعني انت حضرتك عاوز تقول ان بينها وبين المعجزة لفظ تصور بس؟ يعني الرقم 42 ده جاي لاطش معاه صدفة في الوقت يا جماعة اللي الملاك بيسأل ربنا يا ربنا انت تقضي في الجنين ده ذكر ولا انثى؟ طلع هو نفس الوقت اللي الجنين لا يحدد فيه بنسبة 100% هو ذكر ولا انثى، غير في الوقت ده بيقول لك اليورو جينيتال ريج. لا، مش الجينيتال ريج بس، ده كل الجينات اللي بتعمل سكس ريفيرسال والهرمونات والانزيمات. التميز الجنسي نفسه ما بيصدقش غير في اليوم ال 42 تحديدا. فهل ده من قبيل الصدفة؟ عاوز تقول لي ان هو سأله في اليوم اللي فعلا بيجي فيه جنس الجنين بيتحدد صدفة؟ والامر الاخر مسألة التخيير، انا بقول لك مسألة هو ما سألش، ما قالش صور انما سأل فقط. ما انا رديت على هذا وقلت لك بالمجاورة، وقلت لك ان انت قلت المجاورة بما بعدها مش بما قبلها، وقلت لك ان بما بعدها لان ترتبط بما قبلها مش بما بعدها عشان خاطر ان هي من جنس ما قبلها ليس من جنس ما بعدها، وانت ما ردتش على ده. استاذ احمد طيب انتهى الوقت يعني. تفضل. فانا في المربع رقم 4 ما ترجعش للمربع رقم 1 تاني. تفضل يا باحث 3 دقائق. اولا الاستاذ احمد مش واخد باله ان انا رجحت اصلا الفاظ الحديث. تاني ما زال هو مصر على ان هو يصف هذا الحديث اللي اخرجه الشيخان اتفق عليه الشيخان من حديث ابن مسعود بالاضطراب، وده كلام ما يقوله اي احد يفهم في علم الحديث انه يتهم حديث موجود في الصحيحين بالاضطراب. ثم يكون في ذلك مثل ذلك، في ذلك يعني في الرحم، لان الحديث اوله ان احدكم يجمع في بطن امه، ففي بطن امه او في رحم امه، ففي ذلك يعني ثم يكون في الرحم مثل ذلك.
يعني يكون في الرحم زي كده 40 ليله. ففي ذلك مش عندنا اي مشكله في المتن ولا حاجه. والكلام ده برضه قالوا شراح الحديث سواء كان الامام ابن حجر العسقلاني او الامام النووي. بس الاستاذ احمد تقريبا محتاج يرجع يشوف شراح الحديث قالوا ايه. طيب التاويل اللي انت بتتكلم عليه ان هما بيبقوا 40 واحده، التاويل ده منقوض ازاي؟ منقوض بهذه الروايه الصحيحه على شرط الشيخين وصححها الشيخ شعيب الارناؤوط، صحيح على شرط مسلم، صححها الشيخ شعيب الارناؤوط، وهي نفس الحديث عند الامام الطحاوي شرح مشكل الاثار. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب حدثني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران اللي هو الاعمش يعني عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النطفة في الرحم 40 ليلة نطفة، و40 ليلة علقة، و40 ليلة مضغة، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات برزقه وأجله وشقي أم سعيد. إلى آخر بقى الحديث. فهنا صرح بال40 مع كل مرحلة من المراحل. غير كده عندنا في رواية لكنها موقوفة على ابن عباس وبرضه موجودة في شرح مشكل الآثار، ابن عباس بيصرح فيها بالإيه؟ بال40 مع كل مرحلة من المراحل. فعندنا الحديث ورد بلفظ صريح ما فيهوش جدال ينفي أي محاولة للتأويل، وأنا هنا بفهم النص من النص. وعندنا فهم تاني لصحابي عاصر الرسول وعاصر ابن عباس راوي ابن مسعود راوي الحديث اللي هو ابن عباس برضه بيصرح بال40 مع كل إيه؟ مع كل مرحلة من المراحل. فبالتالي الحديث اللي انت بتتكلم عنه بقى بتاع مسلم ده اللي انت بتتكلم عنه ده جمعوه ازاي مع الحديث؟ قالوا والله ان هو بينزل عند اليوم ال 42 وبيكتب، لكن فكره التصوير دي ما بتكونش عند اليوم ال 42، دي بتكون عند بعد ال 40 الثالثه، بدليل حديث ابن مسعود. فالحديثين مجموع ما بينهم، والكلام ده قالوا الامام ابن الصلاح في فتاويه، وقالوا الامام ابن تيميه، وقالوا شراح الحديث. فالجمع اصلا متحقق ما بين الحديثين، وتاويلك باطل قطع. بيقول لي والله اصل احنا بنأولها مع اللي قبلها. لا، هي ظاهر ان هي مع اللي بعديها، ظاهر ان هي مع شقي بن سعيد، وظاهر ان هي مع اجلي، لان دول اللي جاء عنهم السؤال. السؤال انا بقى للدكتور احمد، الشعر يا دكتور احمد والجلد بيتكونوا في اليوم 42؟ وقت خلص. تفضل استاذ احمد 3 دقائق. طيب انت حضرتك بتقول ان انا بتهم الصحيحين، انا ما اتهمتش صحيحين ولا حاجه. الحديث موجود اصلا في صحيح مسلم، ثم يكون علاقة في ذلك مثل ذلك، ثم يكون علاقة في ذلك مثل ذلك. انت بتقول لي في ذلك معناها في ذلك الرحم، والله على اساس يعني ان كان ممكن يبقى في رحم بنت الجيران يعني. ما الذي اضافتها في ذلك؟ ما ينفعش تكون في ذلك الرحم، في ذلك البطن، يعني هو في بطن واحده ثانيه يعني، فبينبهك ان هو في ذلك البطن، العظم في بطنها، المضغه في بطنها، انما العلقه كان يحتمل انها تبقى في بطن بنت خالتها، فاحنا بنقول لك لا هي في بطن بطنها هي برضه. هل هذا يعقل؟ لا ابدا. في ذلك اما في ذلك الوقت او في ذلك الجمع، انما ما ينفعش تبقى في ذلك الرحم. بتقول لي حديث الطحاوي، الحديث بتاع الطحاوي منقول عن نفس الراوي اللي نقل عنه الحديث بصيغتين مختلفتين، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون علاقة في ذلك مثل ذلك. حضرتك بقى رجح لي ما بين الثلاثة عن نفس الراوي. تخيلوا يا جماعة لما يبقى فيه 3 أشكال مختلفة عن لهذا الحديث، ويقول لي ان انا معتمد، ان هو معتمد عليه. الشكل الاول ثم يكون علاقة مثل ذلك، الشكل الثاني ثم يكون علاقة في ذلك مثل ذلك، الشكل الثالث بقى اللي هو جايبه لي في مشكل الآثار يكون 40 ليلة نطفة، و40 ليلة علقة، و40 ليلة مضغة. طب ده كده شكل ثالث من نفس الطريق. الأمر الآخر إن الطريق ده فيه سليمان بن مهران، وسليمان بن مهران مدلس وقد عنعنه فأخرجه من الاستدلال. الأمر اللي بعد كده مسألة توجيه حديث مسلم إن هو يجتمع مع هذه الأحاديث، هذا التوجيه ضعيف. الحديث بيقول لما يمر بقى 42 ليلة بتخلق سمعها وبصرها ولحمها وعظامها. الحديث ده اختصر 80 يوم، فإزاي يبقى 40 يوم تساوي 120 يوم؟ إزاي اللفظتين يجتمعوا إزاي؟ فكون إن أمكن الجمع ده جمع ضعيف، جمع مش صحيح، فلا يمكن الجمع إلا باستعمال لفظة مثل ذلك. الأمر الآخر أنت بتقول لي موضوع الشعر والودن الكلام ده بعد ما نخلص موضوع الجنس الجنين. احنا في كذا حاجه، اللحم والعظام والجنس لما نخلص منها. وانا سالت حضرتك سؤال، لو هو قال وصور جنسها كده هتبقى معجزه؟ يعني مش باقي لك بس غير لفظه جنس؟
يعني انت عاوز تقول لي ان ال 42 اليوم اللي سأل فيه ده كان يوم مهم بالصدفة؟ وسالتك سؤال ما جاوبتش عليه، قلت لك هو اشمعنى سال في اليوم ال 42 لما هو ما بيحددش جنس الجنين في اليوم ال 42 وما بيبتديش تصويره في اليوم ال 42؟ ليه سال في اليوم ال 42 على جنس الجنين؟ ليه ما سالش في اليوم ال 90 مثلا؟ ليه ما سالش في اليوم 120 على جنس الجنين؟ اشمعنى اليوم ما كانش فاضي مثلا اياميها؟ ملهاش اي تفسير. بتقول لي لا ده هي واضح انها بما بعد. واضح ازاي يعني؟ ده عضو من اعضاء الجسم، انما الرزق والاجل دي مش عضو من اعضاء الجسم، فازاي تحمل على ما بعدها؟ لا تحمل على ما قبلها. والسؤال الاساسي، هل من قبيل الصدفة إن الحديث بتاع مسلم ذكر 42 ليلة فنقوم نكتشف إن ال 42 ليلة لها دور محوري في جنس الجنين؟ صدفة؟ أنت عاوز تقول إن المسألة لطشت معاه بالصدفة؟ اتفضل. تفضل باحث الدقائق. طيب اول حاجه عملها الاستاذ احمد انه يقول لك اصل هو في ذلك ماذا افاد. ما هو يا فندم علشان ما نكررش، ولما قال ان احدكم يجمع في بطن امه، بطن امه دي ماذا افادت؟ ما كلنا عارفين ان احنا بنبقى في بطن امنا. يعني انت معنى كده كلامك اصلا ان الحديث من بدايته في كلام غير مفيد. سبحان الله. فبالتالي اذا كانت ذلك افادت شيء فطبعا هي افادت، اشارت لنفس المذكور ان احنا الجمع بيكون في بطن الامه ولكن بدون ما تصرح به. وده العاده بتاعت العرب، ان انت الشيء الاول بتذكره تصريحا ثم بعد كده بتعبر عنه يا بضمير يا باسم اشاره يا ما الى ذلك. فلو حضرتك شايف ان ذكر بطن امه ملوش فايده في الحديث اصلا من البدايه ذاكر بطن امه، وبعد كده لما جاي يعبر عنها عبر عنها بذلك علشان يختصر وما يعيدش نفس الكلام. اللي بعد كده انت بتقول لي الروايات، في 3 روايات والاعمش ومش الاعمش. 3 روايات، ايه المشكله في 3 روايات كل واحده فيها لفظ زياده عن اللفظ الثاني؟ كل دي زيادات ثقات، مفيش حد من الرجال اللي في الاسانيد دي مش ثقات، وزياده الثقه مقبوله عند جمهور المحدثين كما قال الامام ابن الصلاح وكما قال الامام ابن حجر، طالما ان مفيش تنافي ما بين هذه الروايات. فهذه الروايات لا تنافي بينها اساسا علشان ابدا ارجح لك ما بين روايه والثانيه، لا. كل هذه الروايات بتدعم بعضها بعضا، بعض الروايات بتزيد الفاظ بتوضح معاني ما كانتش موضحه الروايه الثانيه، بعضها بينقص في الالفاظ، لكن ما فيش حاجه فيها بتنافي الثانيه. في ذلك ما تنافيش اي حاجه، في ذلك في الرحم اللي هو ذكره من الاول وعبر عنه بعد كده بذلك، مفيش اي مشكله. بعد كده بتقول لي انا لما استدليت بروايه شرح مشكل الاثار لان دي زياده ثقه، وزياده الثقه تاني زي ما احنا قلنا مقبوله، فبالتالي دي نفت تاويلك انت للحديث ده خلاص. حديث جاب طريق صحيح على شرط مسلم بيقول فيه ان ال 40 ليله مع كل مرحله من المراحل، فانتفى اي تاويل للحديث ده. كده بتقول لي الاعمش مدلس وما تستدلش بيه، الاعمش هو اللي مروي عنه الحديث في الصحيحين. تقول لي الاعمش مدلس، والاعمش روى الروايه دي عن زيد بن وهب، وزيد بن وهب هو لا يدلس عنه كما قال الامام الذهبي. واضح ان حضرتك محتاج ترجع تاني تتعلم علم حديث. يقول لي ليه الاعمش مدلس؟ يعني طب خد بالك ان الصحيحين هو اللي مروي عنهم اللي راويين عن الاعمش اصلا. الاعمش احتج به الشيخان. ثانيا الاعمش مدلس من الطبقه الثانيه، والطبقه الثانيه حتى لو عن ايه مشكله ما يعانى. فتاني الاستاذ احمد الشامي علشان يطلع اعجازه صحيح بيقطعن في صحيحي البخاري ومسلم، بيقطعن في حديث اتفق عليه الشيخان، بيقطعن في الاعمش اللي احتج به الشيخان، وده ينم عن عدم فهم للحديث. انت بتقول لي والله هل هي صدفه؟ ما هو حقيقه نسال امتى الكلام ده صدفه ولا مش صدفه؟ لما نلاقيه في اليوم ال 42 ما سالش ربنا غير يا رب اذكر عن انثى، لكن بساله يا رب اذكر عن انثى. طيب انتهى الوقت. تفضل استاذ احمد 3 دقائق. انا شايف انه نكتر ال5 دقائق لان انا ما باخدش وقت كامل. يعني مش بقول لك كل اللي عندي، اسف، ما بقولش كل اللي عندنا، اسف. فانا شايف ان احنا نكتر ل5 دقائق، يعني يبقى من 3 ل5 كل واحد اللي عايز يقول. موافق يا استاذ احمد؟ لا 3 دقائق كفايه. طيب جميل، تفضل استاذ احمد معك 3 دقائق. طيب يبقى انت حضرتك عاوز تقول ان الموضوع ده فعلا موضوع خطير، لكن ملوش قيمة لان هي حاجة واحدة قالها والباقيين في شنك. طيب انا لو اثبتت لك بقى الباقيين كمان ساعتها هيبقى في شنك؟ خلاص انا بعرض على حضرتك مناظرة يا استاذ باحث في مسألة العظام بتتكون امتى. تمام؟ لو ثبت ان العظام كمان بتتكون برضو في نفس الوقت يبقى صدفة برضو؟
اظن كده لم يعد وقتها معاذ لعائذ، لو ما عجبكش نجيب العين، نجيب زي ما انت عاوز. فانت ردك الوحيد، انا لما قلت له يا جماعه الموضوع ده صدفه ولا ايه، قال لي اصل هو لو كان قال بس جنس الجنين كنا قلنا ماشي، انما ده حط معاه شويه حاجات في شنك، قال لك لحمها وعظامها ودي كلها كلام فاضي. طب انا لو اثبت لك ان التانيين كمان في نفس الوقت، يا جماعه لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، ده كمان العظام في نفس الوقت. انا اقدر اثبت لك هذا، لو انت عاوز نعمل مناظره الان فيها اعمل لك مناظره الان فيها. فما هو الصدفه، لا ده كمان جنس العظام لا تبدا في. تعرفوا الستوكس 9 اللي انا ذكرته من شويه ده؟ الستوكس 9 هو الهرمون الرئيسي في تكوين العظام اصلا. الاوستيفيكيشن نفسه لا يبدا الا في اليوم ال 42، تعظم الجسم لا يبدا الا في اليوم ال 42. فلا هي مش لوحدها يعني. حضرتك بتقول طب يا شامي ماذا افادت عباره في بطن امه؟ لا افادت كتير، لان في ناس بتعتقد ان الجنين بيتكون في الحيوان المنوي. لحد القرن ال 19 كانوا متخيلين ان كل شيء للجنين، لحد ما اكتشف كل شيء للحيوان المنوي، لحد ما اكتشفت البويضه. كل شيء لماء الرجل لحد ما اكتشفت البويضه. كانوا بيرسموا الجنين القزمي داخل الحيوان المنوي للراجل ان هو كامل كده مكمل داخل الحيوان المنوي للراجل، بس حجمه بيكبر بس في رحم الام. فلا ده افادت حقيقه علميه ان التطور اعضاء الجنين بيحصل في بطن الام مش في صلب الرجل زي ما كان مشهور قبل كده. بتقول زياده الثقه مقبوله يا فندم. الاعمش نفسه جه عنه 3 طرق، 3 حاجات يا جماعه. ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون علقه في ذلك مثل ذلك، ثم يكون 40 يوما علقه. حضرتك اجمع لي ما بينهم، هو نفس الراوي اجمع لي ما بين من الطبقه الثانيه من الطبقه ال15 يا جماعه، راوي واحد نقلها ب3 اشكال. وما ينفعش كلمه في ذلك تبقى في ذلك الرحم، ده كلام فاضي. طب يا سيدي في ذلك الرحم، في احتمال ثاني في ذلك الجمع، في احتمال ثالث في ذلك الوقت. ايه رايك؟ اجمعها لي، مش هتعرف. راوي واحد يا جماعه ورد عنه ب3 اشكال. انت عاوز تخوفني دلوقتي؟ حضرتك بتقول لي ايه ده بيقول على البخاري. انت حضرتك الان تركت العقل والمنطق واحتججت بالمعتقد. يعني انت الان مش عاوز تقول، انت دلوقتي ما بتقولش يا شامي انا لدي دليل عقلي منطقي يثبت ان الحديث غير مضطرب. لا يا شامي انا بخوفك بايمانك. انت مؤمن ان البخاري اجمد حاجه في الدنيا، فهي هتغلط في البخاري يزفوك بعد مناظره ولا هي؟ لا انا عاوز دليل عقلي يا استاذ، يا استاذ باحث. طلع لي الادله العقليه ازاي تجمع ما بين الثلاثه، بالاضافه الى ان كل الاضطراب في لفظه، فمساله الاضطراب في لفظه لا تطعن في الحديث. استاذ باحث، شكرا. احمد انت شكرا، انت وقتك. استاذ باحث معك 3 دقائق، تفضل. طيب اولا انا جمعت اوريدي ما بين الفاظ الحديث. انا مش معرفتش اجمع ما بين الفاظ الحديث عشان تقعد تقول كل الكلام اللي انت بتقوله ده. انا قلت في ذلك يعني في الرحم، فبالتالي ما فيش اي تعارض ما بين الروايه اللي وردت في صحيح مسلم اللي بتقول في ذلك مثل ذلك، وما بين الروايه اللي وردت في صحيح البخاري اللي بتقول ثم يكون مثل ذلك. لان خلاص ايه التعارض اللي ما بينهم اللي محتاج اجمع بينهم؟ مفيش، خلاص مفيش اي تعارض. الروايه اللي وردت في شرح مشكل الاثار الامام الطحاوي بتصرح بال40 مع كل مرحله، الثانيه بتقول مثل ذلك. فمثل ذلك يعني زي ما النطفه 40 يوم، المضغه 40 يوم، العلاقه 40 يوم، فهي نفس المعنى. فايه اللي انا محتاج اجمع ما بينه؟ ايه التعارض اللي انا محتاج افكه؟ هو ما فيش تعارض، التعارض ده في دماغك انت بس. الفاظ حديث ابن مسعود لا تعارض بينها، انت بس اللي بتفترض هذا التعارض. ثانيا، انا لما قلت انت بتطعن في صحيح البخاري ومسلم، انا قلت لان احنا بنتكلم في مساله متعلقه بنقل الاحاديث، ما هياش مساله متعلقه بالادله العقليه اساسا. فبالتالي لما احنا بنتكلم على نقل حديث وصحه نقل حديث، يبقى احنا نبص على اوثق الكتب، اوثق المصادر، الكتب اللي علماء الحديث اتفقوا عليها، هم الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم. فلما حديث يبقى اتفق عليه الشيخان، ولاقي الامام البخاري بجلاله قدره وهو من هو في علم الحديث اعرض عن حديث حذيفه اللي انت بتستدل بيه بتاع اليوم 42 ده، يبقى لا، واضح جدا ان من جهه النقل حديث ابن مسعود هو الاوثق، هو المقدم عند هؤلاء، وهم الاعلم بهذا الفن، اعلم مني ومنك. فبالتالي انا احتجاجي بيهم احتجاج بالنقل، لان المساله مساله نقليه. مش انا وانت نقعد نأيف الكلام على مزاجنا، احنا بنشوف انهي اوثق نقلا وبنستدل ايه. وانا فكيت التعارض ما بين الحديثين زي ما الائمه كلهم فكوا التعارض ما بين الحديثين. ده اصلا يا جماعه القاضي عياض بينقل الاجماع عن العلماء في ان حديث مسلم ده مؤول، حديث اليوم 42 ده مؤول. ومش الامام، مش القاضي عياض بس، الامام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في فتاواه
الامام العز بن عبد السلام في الفتاوى بتاعته برضه، الامام ابن تيميه، شراح الحديث ابن حجر والنووي، كل دول شايفين الاحاديث دي وفاهمين معناها، عدا الدكتور احمد الشافعي. اخيرا انت بتتكلم على موضوع العظام. هو البون اوسيفيكيشن بيبدا فعلا عند اليوم 42، بس هل معنى ان البون اوسيفيكيشن بيبدا عند اليوم 42 ان انا اقدر اقول ان انا عندي عظام عند اليوم 42؟ يعني العظام صورت عند اليوم ال 42؟ ما اعرفش الصراحه العظام بمفهومها اللي احنا عارفينه، لا ده لسه بدات الاوسيفيكيشن عند اليوم 42. لكن انت ما تنساش انك الحديث برضو فيه الجلد وفيه الشعر، والجلد بدا كطبقتين، اللي هي البيزل سيل لاير وبعد كده البيريدير، ده عند الاسبوع الرابع، والاستراتيفيكيشن اللي بدا عند تقريبا الاسبوع. يا باحث طيب خلاص. الوقت يعني. طيب تفضل طيب استاذ اوكي، احمد. لو عايز تتكلم في الجلد والشعر يبقى نتكلم في الجلد والشعر. تفضل استاذ احمد، معك 3 دقائق. لا، جنس الرواية بتحدد بالعقل والمنطق. علم الجرح والتعديل أصلا كله قائم على قواعد عقلية منطقية. رواة صحيح مسلم رواة ثقات، لو عاوزنا اثبتها لك بالورقه والقلم اثبتها لك. انا دايما انا ريق نشف يا جماعه. موثوقيه الرواه بتتم بالطرق العقليه المنطقيه المقنعه الملزمه لاي حد في الدنيا. فلا، الحديث صحيح ويمكننا اثبات صحته بالدليل العقلي كمان لو انت عاوز تثبت صحه الرواه. فانت بتقول لي المساله علم نقل، ما هو علم النقل معتمد على توثيق الرواه، وتوثيق الرواه معتمد على الطرق العقليه المنطقيه. فحديث صحيح مسلم صحيح ما فيهوش مطعن. فلو انت عندك مطعن في حديث صحيح مسلم اتفضل قدمه، انما ما تقوليش ده مقدم كده بالمزاج وخلاص وتسمي ده علم النقل. بعد كده انت كررت قلت ده ما فيش تعارض ولا اي حاجه. قلت لحضرتك في تعارض، في كذا احتمال عندك، هيبقى في ذلك الوقت ولا في ذلك البطن، الحاجه المضحكه اللي انت بتقولها، ولا في ذلك الجمع. فازاي ما فيش تعارض؟ واحد يا جماعه روى الحديث بثلاث اشكال مختلفه يكون علاقه مثل حتى لفظه مثل ذلك تحتمل معنيين. انت حجتك الوحيده ان اكثر العلماء بيتبنوا الراي بتاعك، وانا قلت ده من البدايه. لكن في علماء بيتبنوا الراي الثاني زي الزملكاني زي ابن رجب الحنبلي. والعبره بالدليل زي ما قلنا، لا يمكن جمع هذين الحديثين الا بحملهما على حديث صحيح مسلم. لو عندك طريقه تانية غير انك تقول ده ما فيش مشكله، لا في مشكله. الامر الاخر مساله العظام، حضرتك اختار اللفظه اللي انت عاوزها وعلى راسي من فوق. حضرتك عاوز مثلا لفظه بتقول ان العظام يبدا تكونها في اواخر الاسبوع السادس، اجيب لك. التعظم يبدا في اواخر الاسبوع السادس، اجيب لك. الهيكل العظمي بيبدا في الظهور في الاسبوع السادس، اجيب لحضرتك. اختار الاوستيفيكيشن، سكيلتون، بون فورميشن، اوستيوجينيسيس، اختار اي عباره طبيه انت عاوزها. ويا عم انا ابقى غلطان يا عم لو انا ما عرفتش اجيبها لك. وبناء عليه احنا مش عندنا مثال واحد. ده لما قال 42 جنس الجنين، العلم اكد ان اليوم 42 محوري في جنس الجنين. ولما قال العظام، العلم اكد برضو ان يوم 42 محوري في مساله العظام. فالموضوع ما هوش صدفه، وبناء عليه الامر ما كانش جاي معاه لطش زي ما حضرتك بتقول. فالاوستيوجينيسيس العلماء قالوا ان هي في اواخر السادس وبدايه السابع. بدايه التعظم كلها بتحصل في اواخر السادس وبدايه السابع، حوالين ما يقرب من 40 ليله. بتبتدي تعظم الترقوه في اليوم ال40 تقريبا. الفيمر، عظمه الفخذ وعظمه الساق، في اليوم 43 و44. الجهاز الهيكل، العظم الهيكلي بيبتدي برضه في اليوم 43، اللي هي المانديبل، الفك بيبتدي في هذا الوقت، الحوض بيبتدي في هذا الوقت. فالتعظم كله بيبدا في هذا الوقت. فازاي يكون المساله برضه من قبيل المصادفه؟ هتقوم تقول لي اصل بدايه التعظم لا تعني ان العظام تكونت. هقول لحضرتك بقى ان لفظه خلق في اللغه وفي القرآن مش معناها أوجد إيجادا تاما كاملا، وإنما يطلق في القرآن مصطلح الخلق على المرحلة الأولى. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، الذي خلقك فسواك. فكانت مرحلة الخلق مرحلة أولى قبل التسوية، فينفع تطلق على بدو الأمر. فهل ده كمان صدفة هو كمان؟ استاذ احمد شكرا. باحث 3 دقائق تفضل. طيب يا جماعة، لو الدكتور أحمد مصر على موضوع العظام خلونا نشوف الجلد والشعر. تمام. احنا الجلد بيبدأ التكون بتاعه أو بيبدأ يظهر عند عند الأسبوع الرابع كتو لايرز، بيزل سيل لاير ولاير من سكويماس سيلز أو فلات سيلز اسمها البيريديرم. البيريديرم دي ما بتبقاش موجودة غير في الهيومن، يعني في الأنيمالز ما بيبقاش موجود فيه بيريديرم.
فاولا بدايه تكوين السكن ما كانتش عند الاسبوع السادس، كانت عند الاسبوع الرابع. بعد كده احنا عارفين ان السكن عباره عن ستراتا او طبقات، بيزل سيل لاير، جرانيولار سيل لاير، الى حد ما نوصل للكيراتين اللي بيغطي السكن. فالكيراتينايزيشن ده بيبدا عند الاسبوع التاسع من الحمل، يعني ان البيزل سيل لاير تبدا ان هي تكون لنا بقيه الخلايا اللي بتعمل لنا طبقات الجلد. و عند الاسبوع ال 13 تقريبا نبدا ان احنا نقدر نشوف الاستراتا دي بتاعه السكين او الطبقات دي بتاعه الجلد. الشعر، الهير فوليكلز، البصيلات بتاعه الشعر بتبدا تتكون عند الاسبوع ال 14 من الحمل. طيب احنا عندنا الحديث ده في روايه مسلم ذكر الجلد، واضح كده ان الكلام ده مش صحيح، لان الجلد بيبدا عند الاسبوع الرابع، وما بيبقاش هو الجلد اللي احنا نعرفه كجلد على فكره، هو بيبقى بس طبقتين، فهو ما بداش عند الاسبوع السادس. فدي معلومه غير صحيحه. وفي روايه تانية صحيحه السند برضه، قلنا صححها الشيخ الالباني في شرح السنه، وموجوده كمان عند الطبراني. وانا للامانه ما بصيتش على سند الطبراني، لكن بصيت لكن الشرح السنه صحيحه ذكرت الشعر، والشعر الهير فوليكلز بدات تتكون عند الاسبوع ال 14. فمعنى كده لو الاستاذ احمد هيقبل هذا الحديث بهذا الوقت، الحديث بقى فيه خطا علمي، واي اعجاز علمي بعد كده انت هتدعيه هيبقى مردود، لان خلاص طالما احنا لقينا خطا علمي واحد في الكلام اللي انت بتقوله، الموضوع منتهي يا دكتور احمد. فلو انت عايز تمسك في فكره العظام ولا في فكره معرفش ايه، فالكلام ده باطل. انا الظاهر من الحديث اللي انت بتدعي ان هي متعارضه، مفيش ما بينها تعارض، احنا فكينا التعارض خلاص. انت بتقول لي في ذلك ما يمكن في كذا، ما يمكن في كذا، يمكن في كذا، بالروايات الثانيه احنا نفينا الاحتمالات الثانيه، فما بقاش غير احتمال واحد ان هي في الرحم. وفي الرحم دي ما هياش لغو ولا حاجه، ما هي ذكرت في اول الحديث وبعد كده اشار ليها بلفظ الاشاره، زي ما اي عربي في الدنيا يعني يذكر الحاجه في الاول وبيشير ليها بعد كده يبقى بلفظ اشاره. ايه اللي في الروايه كده. والاحتمالين التانيين انت بتتكلم عنهم اتنفوا ليه؟ اتنفوا بالروايه الصريحه اللي عند الامام الطحاوي، فما فيش تعارض. وزيادات، وكل دي زيادات ثقات. ايه سبب ان الروايه دي عن الاعمش في الفاظ ليها كتيره؟ كل واحد يا جماعه يسمى حاجه. يا جماعه انا عايز 5 دقائق، انا مش هينفع 3 دقائق. طيب لا، هذه ليست مشكلتي انا، يعني لازم توافقوا الاثنان طيب يعني. انا مش موافق على 3 دقائق، انا عايز 5 دقائق. استاذ احمد يقول لك ولا مش هينفع كده، احنا بنتكلم في مساله علميه فيها نقول وفيها كلام كتير. 3 دقائق غير كده. باحث ممكن تقفل المايك ثواني، معلش ممكن تقفل المايك. خد يا باحث. طيب خلاص، الراجل قال 5 دقائق. معلش اقفل المايك ثواني. ايه يا استاذ وسيم، في ايه؟ يا سبحان الله، الراجل قال خد 5 دقائق. الراجل قال خد 5 دقائق. حوار منظم يا باحث يا حوار. اي محور منظم. رجاء. اي محور منظم، بس انا طالب وقت اكتر، والراجل قال خد وقت اكتر. طيب خلاص فهمتك. طيب تمام خلاص، اقفل المايك ثواني رجاء. استاذ احمد يقول لك ان يعني انت سمعت، فهل انت يعني توافق او خليه ياخد دقيقتين كمان، ما فيش مشكله. طيب اذا تصبح 5 دقائق. طيب ثواني فقط اضبط الوقت. طيب استاذ احمد معك 5 دقائق، تفضل. هو استاذ احمد من 5 دقائق. طيب خلاص، خليه يكمل، انا بكمل. كمل دقيقتينك يا باحث، كمل. طيب ماشي. فاحنا وصلنا ان اصلا مفيش تعارض ما بين الحديثين، وان احنا فكينا التعارض اللي ما بين الحديثين، وان التعارض الحقيقه هو يلزم هو الاستاذ احمد ورينا هو يفك ازاي التعارض ما بين الحديثين، ما بين الحديث اللي هو بيدعيه بتاع مسلم، وما بين الحديث اللي في شرح مشكل الاثار، وده سنده صحيح وده سنده صحيح. ما بين الحديث ده وما بين الحديث اللي في البخاري، وده سنده صحيح وده سنده صحيح. اخيرا انا هو بيقول اصل احنا بنرجح هذه الامور بالمسائل العقليه. يعني عقليه ايه العقل في الموضوع؟ ان انا ابص العلماء الحديث، علماء الجرح والتعديل قالوا ايه في روايه هذا السند بس، ولا في يا جماعه حكم على السند وحكم على المتن؟ وفي احاديث عند الناس حتى لو صح سندها عند علماء الحديث، يعني ممكن يبقى سندها صحيح ويبقوا شايفين لا، يشوفوا ان في عله في المتن. فالامام البخاري لما اعرض عن حديث حذيفه ده،
هو اعرض عنه لعله لانه شافه بيتعارض مع حديث ابن مسعود، وشاف حديث ابن مسعود اصح منه. فبرضه المساله هي مساله عقليه، مش مساله بتاع مش م... وعقليه. انا عندي طبعا مشكله مع كلمه عقليه اللي بيقولها دي، لان العقليه دي بتقال في الحاجات اللي احنا بنستدل بيها بالادله العقليه، انما دي كلها ادله عاديه اساسا. لكن المهم يعني، المهم ان انا فكيت التعارض اللي ما بين الحديثين، مفيش تعارض ولا حاجه. لو في ذلك ليها كذا احتمال، فبالروايات الثانيه نفينا الاحتمالين التانيين اللي انت بتتكلم عنهم. لو انت بتتكلم ان الجنين هنا كان فيه اعجاز بسبب تحديد الجنس او العظام، فانا بقول لك والله بسبب الجلد والشعر حضرتك هتلبس خطأ علمي. فاحسن لك يا دكتور احمد ان انت تقول ان الكلام ده بيحصل عند اليوم ال 120 مش عند اليوم ال 42 يعني. بس طيب استاذ احمد، الان سوف يتم يعني اديني فقط 5 تغيير دقائق. الوقت 5 دقائق. نعم تفضل، معك 5 دقائق استاذ احمد. طيب الاستاذ باحث عمال يكرر، انا جاوبت يا استاذ باحث انت بتكرر، كل اللي بتعمله ان انت بتكرر بس. انت حضرتك لا حليت الاشكال ولا عملت حاجه. انا قلت لحضرتك 4 مرات ودي المره الخامسه. ايه فيهم هو اللي صح؟ في ذلك الوقت، في ذلك مثل ذلك، ولا في ذلك بس، ولا 40 علقه و40 يوما مضى و40 يوما نطفه؟ مين فيهم اللي صح وايه الدليل؟ في ذلك نفسها تحتمل معنيين، في ذلك مثل ذلك تحتمل 3 معاني. فايه الصح فيهم حضرتك؟ ايه اللي يضمن لنا ان اللفظه دي ضبطت؟ الراوي نفسه نقلها ب3 اشكال مختلفه. واضح جدا ان الراوي لم يضبط اللفظه كما هي. واللي اكد لنا ان الراوي لم يضبط اللفظه كما هي الحديث في صحيح مسلم يا جماعه. الحديث في صحيح مسلم واضح تماما. احنا عاوزين ايه دليل على ان في واحد ما كانش مركز وهو بيقول يا جماعه الراوي الثقه ليس ذلك الشخص الذي لا يخطئ ابدا. الراوي الثقه هو من قل خطأه وندر. ففي خطأ نادر موجود حصل. انت بتكتشف الاخطاء النادره ازاي؟ مش لما تقارنها، لما يبقى عندك 2 نقلوا معلومه عن نفس الشخص، واحد فيهم نقلها بالظبط، نقلها بصيغه واحده، واحد نقلها ب3 صيغ، كل واحده فيهم بتعطي معاني مختلفه. المفروض انك تعمل ايه؟ انك تاخد المعنى اللي بيوافق الشخص الثاني، بتحمل المتشابه على المحكم. ففين الجمع اللي انت جمعته لي؟ هات لي اي صيغه منهم كده وركز عليها وقول لي هي دي الصيغه الصحيحه وازاي تجمعها مع حديث صحيح مسلم. الان بتقول لي البخاري هو اللي اختار، والعقل بيقول ان البخاري كان بيطعن في حديث مسلم لانه شايفه بيتعارض. الكلام ده لما البخاري يبعتها لك SMS. انما لما البخاري ما يبعتها لكش SMS ما تتكلمش على لسانه. ما يمكن البخاري ما كانش عارفها بكل بساطه. هو البخاري قال ان هو، ويمكن مش على شرط البخاري، بكل بساطه هو البخاري قال ان جمع كله صحيح، ولا البخاري قال كل اللي انا سبته ما هوش صحيح، ولا حد قال ان شرط البخاري شرط صحه؟ كل اللي اتكلم قال شرط البخاري شرط صحيه مش شرط صحه. فما تتكلمش على لسانه. بتقول بصوا يا جماعه، الاستاذ باحث دلوقتي الحمد لله اعترف ان عندك العظام فعلا بتتفق مع العلم. الاسف العظام بتتفق مع العلم، وان جنس الجنين بيتفق مع العلم. فلما انا قلت له جنس الجنين كان صدفه يعني، لما الحديث ذكر 42 ليله لطشت معاه صدفه ان التاريخ ده مهم جدا وانا بقالي ساعتين عمال اقول اهميته. قال لي لا ده كلام فاضي ولطشه صدفه، لان بقيه الحديث بيؤكد ان الحاجات دي كلها غلط، لا لحم ولا عظام، ده كل ده كلام فاضي. قلت له لا يا سيدي العظام كمان في اليوم ال 42. واختار يا سيدي الكلمه اللي انت عاوزها، ما علقش اوستيوجينيسيس، اوستيفيكيشن، بون فورميشن، سكيلتون فورميشن، اختار اللفظه اللي انت عاوزها وانا اجيبها لك. هل بعد هذا من معاذ لعائذ؟ فراح قايل لي خلاص يا سيدي العظام كمان في اليوم ال 42 صدفه عشان الشعر. هو انا بقى كل ما همسك لك حاجه هتطلع لي على الثاني عشان تقول لي صدفه؟ خلاص حضرتك الان قولها جمله كامله وانا اوعدك نعمل مناظره كامله في الشعر والجلد. قول انا اقر بان جنس الجنين الوقت المذكور في هذا التاريخ له دور محوري فعلا في العلم في جنس الجنين، وان هذا التاريخ له دور محوري جدا في تكون العظام، ولكن هذا صدفه والمهم الشعر. حضرتك قولها كده جمله كامله وانا مستعد. الامر الاخر حضرتك بتقول الكريتينايزيشن. ايه الدليل على ان الكيراتينايزيشن معناها ان الجلد هو اللي اتكون في الوقت ده؟ حضرتك بتقول ان البصيلات بتتكون في الوقت ده، فين مراجعك يا فندم؟ حضرتك قدم لي مراجع عن وقت تحديد جنس الجنين ومش تحديد الشعر، ومش مرجع ولا 2. انا عاوز دراسات كامله زي اللي انا نبحت فيها صوتي بقى لي ساعتين عمال انبح فيهم صوتي. بس انا خلصت، اتفضل. طيب يعني طيب تفضل استاذ باحث. استاذ احمد فقط يعني فقط دقيقه عندك، لكن معلش تفضل استاذ باحث. طيب يا جماعة، الأستاذ أحمد مازال مصر على إن الحديثين فيما بينهم تعارض. بيقول لي طب إحنا عندنا في ذلك مثل ذلك،
وروايه تانية ما فيهاش في ذلك. انا بقول له هو ما فيش تعارض اصلا عشان نفك. هو الروايات يا جماعه دلوقتي، انا واحد بروي حديث، تمام؟ انا باحث مثلا، نفترض ان انا رويت حديث رواه عني استاذ خالد اللي تحت، ورويت حديث تاني رواه عني استاذ لورنس اللي تحت. فقلت والله يا جماعه ان انا رحت النهارده المدرسه، رحت النهارده الجامعه، رحت النهارده ما اعرفش ايه، وقعدت كلت وشربت وما اعرفش ايه. فجاء خالد قال والله ده باحث راح النهارده الجامعه وكل. وجاء لورنس قال والله ده باحث النهارده راح الجامعه وشرب. وجاء واحد مش عارف تاني سمع مني الكلام قال والله ده باحث راح النهارده الجامعه و... وقعد يتمشى مع اصحابه. هل في تعارض ما بين هذه الروايات، ولا انا قلت كلام كل واحد منهم ذكر منه جزء من اللي انا قلته؟ لا، الحقيقه ان انا قلت كلام كل واحد ذكر منه جزء اللي انا قلته. فبالتالي اللي هو بيتكلم عنه دي كلها، كل دي زيادات ثقات. كل واحد فيهم بيقول لفظه زياده في الحديث ما قالهاش التاني ما قالهاش لان هي مش حاصله، ولا لان الحديث فيه اضطراب، لا، ما قالهاش لان من الطبيعي ان اي حد بيروي حاجه ممكن في كلام يغفله او كلام يختصره، تاني الكلام تاني يصرح بيه. فده ليس نوع من انواع الاضطراب اساسا. انا مش فاهم الاستاذ احمد بيتكلم في ايه اساسا، الاضطراب ايه اللي موجود في الحديث؟ وده اي حد درس شويه في علم حديث عارف زيادات الثقات والكلام ده اتكلم عنه الامام المصطلح والامام النووي. فمفيش اضطراب في الحديث ولا حاجه. ان كنت حضرتك شايف ان في ذلك ليها اكتر من معنى، فروايه الطحاوي تنفي كل المعاني وما تخليش غير معنى واحد اللي هو الرحمه، وشكرا، انتهى الموضوع. النقطه اللي بعد كده، حضرتك بتقول لي هو انت البخاري بعتها لك اس ام اس. والله ما انا اللي قلت الكلام ده، اللي قال الكلام ده الامام ابن الصلاح. قال في الفتاوى بتاعته، اجاب رضي الله عنه حديث حذيفه بن اسيد هذا لم يخرجه البخاري في كتابه، ولعل ذلك لكونه لم يجده يلتئم مع حديث ابن مسعود رضي الله عنهما، ووجد حديث ابن مسعود أقوى وأصح، فارتاب بحديث حذيفة الذي مدروه على أبي الطفيل عامر بن وائل عنه فأعرض عنه. يعني الكلام اللي أنا قلته ده اللي قاله مين؟ الإمام ابن الصلاح، مش أنا اللي قلته. فعلماء برضو الحديث تاني هم اللي بيقولوا الكلام ده، مش أنا اللي بقوله. فمش محتاج البخاري يبعت لي اس ام اس ولا حاجه. وفكره ان البخاري اصلا لم يطلع على هذا الحديث، لا، اطلع على هذا الحديث. مين قال لك انه ما اطلعش عليه؟ شيخ الامام مسلم اللي هو روى عنه من شيوخ البخاري، والبخاري اكثر الروايه عنه، فاحتماليه انه ما يكونش سمع منه هذا الحديث احتماليه ضعيف صراحه يعني. اللي بعد كده، احنا عندنا دلوقتي يا جماعه حديثين صحيحين محتاجين نجمع ما بينهم. حديث بيقول ان الخلق والتصوير بيكون بعد 120 يوم، وحديث تاني الظاهر منه ان الخلق والتصوير بيكون عند اليوم ال 40. فطريق الجمع ما بينهم ان المتشابه يحمل على المحكم. حديث ابن مسعود ما ينفعش فيه التاويل برواياته دي. حديث مسلم لا، ممكن نأول الكلام ده بنقول والله ان نزول الملك عند اليوم ال 40، ثم عمليه الخلق والتصوير بتحصل عند اليوم بعد ال 40 الثالث. وده اللي العلماء قالوا، وده اللي الامام الصراحه هو قاله. ومن المعلوم أن هذا التصوير لا يكون في الأربعين الثانية، فإنه يكون فيها علقة، وإنما يكون هذا التصوير قريبا من نفخ الروح، وهكذا روينا ذلك مصرحا به في بعض روايات حديث حذيفة. يعني حتى الإمام ابن الصلاح بيشير إلى أن في روايات لحديث حذيفة دي تانية غير اللي في صحيح مسلم بيصرح فيها بهذا الكلام. أنا الروايات دي الصراحة لم أجدها، لكن الإمام ابن الصلاح أشار لذلك خارج الصحيح. وسبيل الجواب عن هذا الإشكال أن يحمل قوله فصورها على معنى فصورها قولا كتابا لا فعلا، أي فذكر تصويرها وكتب ذلك. والدليل على صحة هذا أن جعلها ذكرا أو أنثى يكون مع التصاوير المذكورة، وقد قال في جعله ذكرا أو أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك إلى آخره. فبالتالي برضه هو استدل بفكره ان ده كان ان الملك بيكلم ربنا وبيكتب، ان اللي بيحصل هنا هو ايه؟ هو مجرد كتابه، لكن الفعل الحقيقي هو اللي في حديث ابن مسعود اللي بيبقى بعد ال 40 الثالث. انت بتقول لي انت ايه مراجعك في موضوع الجلد ومش موضوع الجلد؟ والله يا دكتور احمد يعني انا يعني ممكن اجيب لحضرتك مراجع يعني، بس اي حد يا جماعه درس عارف الكلام اللي انا بقوله ده، اللي درس امبريولوجي عارف الكلام اللي انا بقوله. فمثلا ممكن اقول لحضرتك والله دي في بيبر اهي، ممكن ابقى احط لكم اللينك بتاعها، احط اللينك بتاعها في الشات وبيقروا منها يا جماعه.
طب شكرا باحث. أستاذ أحمد معك 5 دقائق، تفضل. أستاذ أحمد. في صوت يا جماعة؟ نعم تمام. أنا تفضل. انقطعت عند عبارة إن أنا بسأل على مراجع، هو قال حاجة بعدها؟ باحث ممكن سمعت ايش قال الدكتور؟ أنا انقطعت عن حتة إن الشامي بيطلب مراجع انا قلت ان علمية على انا قلت ان انا حطيت بيبر في الشات، لو حد عايز يشوف السكين ديفلوبمنت طيب بيحصل اوقاته ازاي يبقى يشوف يعني. طيب خلاص. أستاذ أحمد تفضل، معك 5 دقائق. طيب لا، ما ينفعش إنك تجمع ما بين حديث مسلم بتاع حذيفة وحديث ابن مسعود عن طريق إن حديث مسلم هو الكتابة وحديث ابن مسعود هو التنفيذ، لأن حديث ابن مسعود نفسه بيقول بأنه هو وقال أي ربي ذكر أم أنثى، هو نفسه يعني هيسأل مرتين. طب اشمعنى هناك يبقى تنفيذ وهنا ما يبقاش تنفيذ؟ اشمعنى هناك عبارة وقال أي رب ذكر أم أنثى تبقى تنفيذ، إنما لما يقول في حديث حذيفة يا رب ذكر أم أنثى يبقى تسجيل في الورق بس، بنكتب في الدفاتر بس؟ هل ده كلام منطقي؟ فانت حضرتك ما جمعتش ما بينهم. حضرتك بتقول لي ان حديث ابن مسعود هو الحديث المحكم وحديث حذيفه هو المتشابه. محكم وهو مضطرب في ثلاث اشكال. تخيلوا يا جماعه، مضطرب في 3 اشكال ويقول لك محكم، ومصمم على ان لفظه في ذلك معناها في ذلك الرحم، وانا رديت على ده وهو ما ردش على الرد. الباحث من طبيعته التكرار. انا رديت على ردك، ففي ردك على ردي على ردك. انا رديت على مساله الرحم دي تحديدا مرتين. حضرتك بتقول ينفع التأويل في حديث حذيفة. فين ينفع التأويل؟ إن هو حط 40 واحدة دي تحتمل ال 40 من التانيين إزاي؟ إنما حديث ابن مسعود هو اللي يحتمل فيه التأويل. في ذلك يعني في ذلك الجمع، يبقى 40 واحدة أهو. في ذلك مثل ذلك يعني مثل ذلك يعني مثل ذلك الجمع، أو في ذلك يعني في ذلك الجمع مثل ذلك الوقت، أو في ذلك الوقت مثل ذلك الجمع. لو الأخيرة دي يحصل إن هي 40 واحدة عادي، أنا أمكانها للجمع أهو، اجمع لي. إنما لما تقول لي 40 واحدة معناها 3 أربعينات، فين ال3 أربعينات؟ الحديث حصرهم في 40 واحدة، إزاي تجمع كده؟ بتقول لي لأن ابن الصلاح بيقول ولعل ذلك لم يجده يلتئم من حيث لم يلتئم مع الحديث بتاع ابن مسعود، ان البخاري رفض. هو الراجل ما جزمش بهذا. انت حضرتك كل ساقطه لاقطه، هو اي لعل بتاخدها وخلاص؟ ده انا جايب لك دليل حاسم من العلم وعمال اقول لك الموضوع ده ازاي حصل التوافق في هذه الارقام، تقول لي صدفه. وهنا بتفعل الاحتمال، يعني اللي مش عاجبك بتقول عليه انه هو مش مؤكد، والاحتمال بتعتبره انت مؤكد. بتقول لي ابن الصلاح قال ان في روايات تانية كان يعرفها، يعني عاوزنا نستنى على ما الروايه تظهر يعني، ولا نتصرف ازاي؟ احنا ما بين ايدينا حاجه بنتصرف فيها. وبعدين يا جماعه افهموني، الموضوع اصبح محسوم تماما، ما عادش من حق حد انه يهرش في دماغه حتى. يا جماعه اذا كان ذكره لل 42 يوم وجنس الجنين موافق للعلم بالصدفه، فمش ممكن لما نجيب العظام كمان تطلع هي كمان بالصدفه. يا جماعه ده الاوستيفيكيشن، الاوستيوجينيسيس، البون فورميشن كله بيحصل في اواخر الاسبوع السادس وبدايه السابع. فالموضوع ما هوش مش مثال واحد وخلاص على كده. يعني انا لو ذكرت لحضراتكم نماذج على كده، التعظم، الترقوه بتبتدي في اواخر السادس بدايه السابع، العضد في اواخر السادس بدايه السابع، الفخذ في اليوم 43، الساق في اليوم 44، الزند في اليوم 43، الفك في اليوم 43. السوكس 9 اللي هو الهرمون سوكس 9 ده هو اللي بيفرز في اليوم ال 42، الاس ار واي بيفعله في اليوم 42. السوكس ده هو الهرمون الرئيسي اللي مسؤول عن تكوين العظام، الهرمون الرئيسي. فهل ده من قبيل الصدفه؟ فالمساله اصبحت منتهيه. حضرتك بتتكلم في الشعر يا استاذ باحث، انا اقبل من حضرتك انك تتكلم في الشعر بعد ما تنفذ طلبي. انا طلبت من حضرتك طلب وانت ما نفذتوش. قول ايوه فعلا التوافق ما بين الحديث والعلم في مساله يوم الاثنين، الحديث والعلم في الجنس كان بالصدفه، والحديث والعلم في العظم كمان كان صدفه. بس احنا مش هنصدق غير لما نروح في الشعر. ما انا لو جبت لك الشعر هتقول لي انا مش هصدق غير لما اروح للجلد، ولو رحت لك للجلد هتقول لي انا مش مصدق وانا ماشي وسلام عليكم. فحضرتك باي حق تتكلم في الشعر، باي حق تتكلم في الجلد،
قبل ما تقول ان العظام والجنس كانوا الاثنين صدفه. لازم تحسمها. انت لسانك يقدر يقولها، يقول لك العظام طلعت صدفه وجنس الجنين طلعت صدفه. هيجي راجع تاني يقول لك ما اصل كلمه خلق العظم، انا رديت على خلق العظم انها ينفع يقصد بها بدايه الخلق، وما ردتش انت عليا عشان تعرف ان انا سبقك دايما بمرحله. فالمساله محسومه، ما عادش من حق حد انه يشكك. اذا كان جنس الجنين صدفه مش هينفع العظم هو كمان يبقى صدفه، ما ينفعش. ناخد مثلا على سبيل المثال، اول تعظم بيبدا في اليوم 43. خلينا انزل لكم تايم لاين كده بالمراجع عشان خاطر برضو المساله تبقى واضحه للاخوه. الابر ليمب بيبدا التعظم فيه في اواخر السادس. اللور ليمب بيبدا التعظم فيه في اليوم 42. اول تعظم في الهيكل العظمي الترقوه ابروكسيميتلي اراوند 39 دايز، يعني اللي قال فيما يقرب حوالين 39 ليله. اليوم 42 حوالين 39. تعظم الاطراف في اليوم 44. تعظم الساق في اليوم 43. تعظم الفخذ في اليوم 44. تعظم عظام الرقبه والراس يبدا في الاسبوع السادس، برضو اواخر السادس. الجبهه بيبدا في اواخر السادس بدايه السابع. الفك بيبدا في السابع. التعظم الغشائي والغضروفي بيبدا في استاذ احمد، يعني اسف الوقت يعني انتهى. باحث في 5 دقائق. طيب واضح ان الدكتور احمد هو اللي بيكرر كل شويه يفكرنا ان السيفيكيشن بتاع الكلافيكل وبتاع الماندبل وبتاع مش عارف ايه بدا في حوالين يوم 42، وكأن انا نزعته في ان الاوسيفيكيشن بتاع البونز دي بيبدا حوالين اليوم 42. ده انا نزعتك فيه اصلا ان الحديث بيقول ان العظام بتتكون عند اليوم 42، ان احنا كلنا عارفين ان العظام بتتكون بعد مرحله العلقه، وطبقا لحديث ابن مسعود فالكلام ده هيبقى بعد اليوم 120 مش بعد اليوم 42. فانت اللي ما تقدرش تنتقل الى فكره العظام دي الا لما تحل الكلام اللي ما بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفه. تاني الاستاذ احمد بيقول ان الحديث مضطرب. الحديث مش مضطرب ولا حاجه، الحديث ما فيهوش اضطراب. ايه تعريف الحديث المضطرب يا دكتور احمد؟ انا يا جماعه عايز الدكتور احمد يعرف لنا الحديث المضطرب تعريفا صحيحا، ويذكر الشروط اللي العلماء اتكلموا عنها في الحديث المضطرب، وبعد كده يقول لك لا ما عادي ممكن الاضطراب في لفظه بس ما لا طبعا الاضطراب من موجبات ضعف الحديث. الاضطراب بيضعف الحديث طبعا، فما بالك انت لما تقول الكلام ده في حديث صحيح. فالدكتور احمد عنده كل اختلاف الرواه في لفظ ده اضطراب، وده هبد. هذا الكلام ما يقولوش حد قرا بربع جنيه علم الحديث. مش كل لفظه يا جماعه مختلفه في الحديث يبقى اسمها اضطراب، لا. الاضطراب ليه شروط، وانا بقول للدكتور احمد اذكر لنا التعريف الصحيح للحديث المضطرب من كتب المصطلح، وايه شروط الاضطراب. الشروط اللي اقول بناء عليها ان والله فعلا في اضطراب حصل. بعد كده هو بيقول والله اصل انت مش هننتقل الى الشعر والجلد الا لما تقول لي العصر. يا سيدي الفاضل، انت دلوقتي عندك في كذا حاجه ذكرت في الحديث، تمام؟ لو احنا لقينا في حاجتين منهم غلط خلاص دعواك انت للاعجاز بطلت، انتهى، مبقاش في اعجاز. ده كده بقى في عجز علمي في الحديث مش اعجاز علمي. فانا يا جماعه بقرا دلوقتي من مقاله وحطيت لكم اللينك بتاعها في الشات. طبعا الكلام ده كلام تكست بوك، ده تكست بوك ماتيريال، يعني مش محتاجين اصلا نروح نقرا ريسيرش بيبر ومش عارف ايه، لا الكلام ده اصلا منتهي ومكتوب فيه والدنيا منتهيه. فبيقول ايه؟ بيقول at 4 weeks gestation fetal skin can be visualized as two distinct layers with a basal cell layer covered by an outer layer termed the periderm. يعني عند الاسبوع الرابع الجلد بيبقى عباره عن طبقتين، البيزل سيل لاير ولاير فوقيه اسمها البيريديرم، ودي بتبقى سكويمس سيلز. The periderm is uniquely found in humans without an analog in animal models such as mice and rats. Keratinization واللي مش عارف تقريبا الدكتور احمد ما اعرفش عارف يعني keratinization ولا لا. begins at 9 weeks gestation and at 13 weeks gestation stratification into different layers become apparent. keratinization يا جماعه معناه ايه؟ معناها ان البيزل سيل لاير تبدا ان هي تكون لنا بقيه الخلايا اللي بتكون لنا طبقات السكين. طيب الهير فوليكلز begin to form as epidermal buds along the basal layer at 14 weeks gestation. فالهير فوليكلز بدات عند الاسبوع ال 14، يعني مفيش هير، مفيش شعر عند الاسبوع السادس. الجلد بدا التكوين بتاعه عند الاسبوع الرابع بطبقتين،
وبعد كده عند الاسبوع ال 13 او عند الاسبوع التاسع بيبدا الكيراتينايزيشن، وعند الاسبوع 13 الاستراتا بتاعت السكين بتبقى باينه. الكلام ده كله بيتعارض مع الحديث، الحديث كده قال كلام غلط. فلو الغلطتين دول لو ثبتوا في الحديث دول ضيعوا لك فكره الاعجاز اساسا. خلاص انتهى، هنا هينتهي الموضوع. فما تقوليش اصل احنا بنقفز وما بنقفزش، انت اللي بتقفز، انت اللي قفزت على فك التعارض اللي ما بين الحديثين بتوع مسلم والبخاري، وانتقلت الى العظام. في حين وانت لما عملت كده انا قلت لك تعالى بقى نشوف الجلد والشعر. فلو انت هتلتزم بالكلام بتاعك ده التزم بان في حجز علمي في الحديث. تاني باكد، دكتور احمد عرفتنا ايه هو الحديث المضطرب، واذكر لنا الشروط اللي بناء عليها نقدر نقول فعلا الحديث ده مضطرب وفقا للي قاله علماء الحديث في كتب المصطلح. شكرا. طيب هو يعني فضل لك وقت، لكن خلاص استاذ احمد تفضل، معك 5 دقائق. طيب انا مستعد اناظرك يا استاذ باحث في موضوع الجلد وموضوع الشعر، بشرط ان احنا يبدا الحوار بتاعنا بالجمله اللي انا طلبتها منك. قول الاتفاق حصل صدفه. كل اللي انت حضرتك بتقوله يا استاذ باحث اقصى ايه؟ ان انتوا كمسلمين عندكم رقمين، رقم 120 ورقم 40. فتقوم يا مؤمن تلاقي احد الرقمين معجز مرتين او موافق للعلم مرتين. حضرتك قول هل ده من قبيل الصدفه ان هو يا عيني لم ينقل عنه سوى رقمين، طلع رقم منهم موافق للعلم بشكل دقيق مرتين. اللي هو يا جماعه احنا ما بنتكلمش على معلومات عامه، احنا بنتكلم على ارقام، يعني لغه الارقام دي حاجه دقيقه جدا. فحضرتك قول والله جه عنه رقمين ورقم منهم طلع موافق للعلم مرتين بس صدفه. حضرتك قولها واحنا نبتدي الحوار في موضوع الشعر وموضوع الجلد، ونحدد ميعاد اليوم للمناظره في الشعر والجلد، شريطه ان تبدا المناظره بهذا، ان احنا نقول ان هو عندك مثالين اثنين وافقوا العلم صدفه فنريد الثالث والرابع، ساعتها على راسي تحت امرك. انما حضرتك تنتقل للكلام في الشعر والجلد قبل ما ترد على العباره بتاعتي او تتبنى العباره او ترفضها، قول لي صدفه، قول الرقمين دول اتفقوا مع العلم مصادفه، ساعتها يبقى من حق حضرتك انك تقفز بعد كده لامر اخر وابقى انا غلطان لو انا ما جاوبتكش عليه، وهكذا. بتقول لي انا لا انازع في ان التعظم بيبدا في اليوم ال 42. اشكرك، لا انت ولا غيرك تقدر تنازع، زي ما النبي قال ان الجنس الجنين بعد 42 ليله، وزي ما قال ان العظام بتخلق بعد 42 ليله. العلم اكد هذا. كل اللي الباحث عمال يناقشه يا جماعه بيقول لا اصل في نماذج تانية العلم ما اكدهاش. خلاص قول الاثنين دول صدفه ونناقش النماذج التانية. انما انك ما توصفش دول، لا ده كده قفز. وصف ده، وصف الحاله دي حصلت بالمصادفه، لان انت بتتكلم في ارقام. بتقول لي برضو مساله ان الاضطراب من موجبات ضعف الحديث. انا ما قلتش ان الحديث ضعيف، انا قلت ان الراوي اضطرب في لفظه. مش عاجبك كلمه اضطرب، بلاش كلمه اضطرب. الراوي اتصرف كويس جدا في لفظه يا جماعه. الاعمش اتصرف حلو خالص في لفظه، راح جايبها مره بشكل ومره بشكل تاني ومره بشكل تالت. ممكن حضرتك تجمع لي ما بين الاشكال الثلاثه؟ ممكن حضرتك تقول لي الاختلاف، وانا اسف والله ان انا بقول كلمه اختلاف، احسن تطلع كلمه اختلاف وحشه، حقك عليا. الاختلاف في الثلاث اشكال دول حاجه حلوه يعني في صالح الحديث؟ يعني حضرتك اجمعهم لي ان كنت من الصادقين، قول لي ايه الصح فيهم ان كنت من الصادقين. انما ان احنا نطلع الحديث لذكر الحديث المضطرب وتعريف الحديث المضطرب، حضرتك اجمع لي ما بين هذه الالفاظ. عرفت تجمع ما بينها؟ ما عرفتش تجمع ما بينها، يبقى يحمل الحديث على الحديث الذي ليس له الا معنى واحد وهو حديث مسلم وينتهي الامر. بتقول لي لن اقول بتقول لي ان التقرن اللي هو الكيراتينايزيشن في الرابط اللي انت بتقرا منه. انا طبعا لسه ما دخلتش على الرابط لان الرابط مكتوب لي بالعربي، فانا ما بحبش اقرا عربي يعني. بيقول ان هو في الاسبوع التاسع من الطمس. طب ما هو الاسبوع التاسع من الطمس ده اللي هو الاسبوع السادس من التخصيب، اللي هو الوقت اللي احنا بنتكلم فيه. يعني التقرن بيحصل في الاسبوع السادس. طب يبقى انت ايه الجديد اللي انت جبته؟ على كل حال انا بعرض عليك يا استاذ باحث، انا شايف ان المساله كده حسمت. انت حضرتك قلت اللي عندك وانا قلت اللي عندي. بعرض على حضرتك يا استاذ باحث مناظره في موضوع العظام والشعر، شريطه ان تقول ان الاتفاق في العظم والجنس كان مصادفه وتكلفا بس.
اتفضل طيب اختم، هو اللي يختم، هو اللي يختم. طيب شكرا. تفضل يا باحث اختم الحوار. طيب بعد ما الدكتور احمد اتكلم على فكره الاضطراب، وقعد يقول كل شويه لفظه مضطربه ومش مضطربه، لما انا سالته تعريف الحديث المضطرب وشروط الاضطراب راح تراجع على طول، ان هو عمال يوهمنا ان الحديث فيه مشكله في حين ان الحديث ما فيهوش مشكله. بيرجع تاني يطلب مني ان انا اجمع ما بين الروايات، وانا جمعت له ما بين الروايات. يا جماعه اللي عندنا روايه في مسلم في صحيح البخاري بيقول ثم يكون مثل ذلك علقه، وروايه في مسلم بيقول ثم يكون في ذلك مثل ذلك علقه، وروايه في الطحاوي بيقول بدل مثل ذلك بيقول 40 ليله. الجمع ما بينها ايه يا جماعه؟ ان مثل ذلك معناها 40 ليله، وفي ذلك يعني في الرحم بس. عايزين ايه تاني من الكلام ده؟ هتقول لي في ذلك ممكن تحتمل معنى تاني، اقول لك لا، بالروايه بتاعت الطحاوي مفيش معنى تاني محتمل خلاص. والروايه بتاعت الطحاوي دي كمان بيدعمها روايه تانيه موقوفه على ابن عباس، برضه بيصرح فيها بال40 مع كل مرحله من المراحل. فانا الحديث ما فيهوش حاجه، انت بتتلكك بس، دي مجرد تلاكيك. فتاني الاستاذ احمد الشامي بيتراجع عن الايه الاضطراب، وبيقول لك لا اصل انا ما بقولش كده، اصل في اختلاف. ما يبقى في اختلاف يا جماعه، زيادات ثقه وزياده الثقه مقبوله والموضوع منتهي محسوم. فشكرا انك بتراجع عن كلمه اضطراب دي. الاضطراب من موجبات الضعف، من موجبات الضعف طبعا. انت بتقول ما بتقولش الحديث ضعيف، بس انت كنت بتقول انه مضطرب، والاضطراب ضعف، فانت كده بتطعن في الحديث بالضعف بس انت مش واخد بالك. آه طيب ال ال اللي انت بتتكلم عنه موضوع الجلد، وموضوع بتقول انا حاطط مقال بالعربي، انا مش حاطط مقال بالعربي، انا حاطط مقال بالانجليزي، وانا كنت بقرا بالعربي يا جماعه. يعني يا ريت توضحوا لنا بس الكلام ده، هل انا كنت بقرا بالعربي؟ لا، انا كنت بقرا بالانجليزي، مش عارف المقال اللي بالعربي اللي انا حاطه. والمقال بيقول ان الجلد بيكون اتكون او بدا تكوينه عند الاسبوع الرابع، بيبقى بس طبقتين، الطبقه اللي هي البيزل سيلير وعليها طبقه سكويمس سيلير. بعد كده عمليه الكراتينايزيشن ان بقيه الطبقات تتكون بتبقى عند الاسبوع التاسع، وبتبدا تبان الطبقات عند الاسبوع 13 تقريبا، والهير فوليكلز بتبدا عند الاسبوع الكام، 15 ولا 16، مش فاكر قريت الرقم كام بالظبط، بس رقم حوالين ده. فالكلام ده منتهي. اكملت يا بقى خلاص. استاذ احمد تفضل. طيب هو احنا كده تعتبر خلصت، بس انا نسيت اتكلم في مساله زياده الثقه. حضرتك ضربت مثال بموضوع ان باحث راح الجامعه واكل، واحد تاني قال له باحث راح الجامعه وشرب، واحد تالت قال ان باحث راح الجامعه وقعد يذاكر مع اصحابه، فيمكن الجمع ما بينهم. جميل، اجمع لي انت بقى ما بين الثلاثه. قول ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما مضغه، ثم يكون علقه مثل ذلك، وعلقه في ذلك مثل ذلك، الاثنين مع بعض في نفس الوقت. يعني هو في ذلك وهو في ذلك مثل ذلك، الاثنين مع بعض في نفس الوقت. وان هو 40 يوما نطفه، و40 يوما مضغه، و40 يوما علقه، الثلاثه مع بعض في نفس الوقت. ازاي تخليهم الثلاثه مع بعض في نفس الوقت؟ ان الباحث كان بياكل وبيشرب وبيذاكر في نفس الوقت، ان هي 40 يوم مضغه، في نفس الوقت 40 يوم علقه، اسف، وفي نفس الوقت في ذلك، وفي نفس الوقت في ذلك مثل ذلك، في نفس الوقت مثل ذلك. الثلاثه مع بعض في نفس الوقت حصلوا ازاي؟ ما تعرفش تجمع ما بينهم يا استاذ باحث الا لو قلت ان عباره مثل ذلك معناها يقينا مثل ذلك الوقت، وانت ما قدرتش تثبت هذه اليقينيه. وما تقدرش تجمع ما بينهم يا استاذ باحث غير لما تثبت ان عباره في ذلك مثل ذلك معناها يقينا الرحم، وانت ما عرفتش تثبت ده يا استاذ باحث. الحديث بتاع 40 يوم نطفه ده هو نفسه عن نفس هو انا الراوي. الصوت عندي قطع يا جماعه. وباحث لا تقاطع له يكمل ثم جاء يعني. الحديث نفسه هو نفسه عن نفس انا الراوي. اللي هختم، طيب براحته، لان هو اللي بدا، بس انا اللي هختم. انا نسيت موضوع زياده الثقه ده. اما موضوع الاضطراب يا باحث، يعني هو صعب عليا ان انا اكتب على جوجل الحديث المضطرب لو انا جاهل يعني بالحديث المضطرب. انت مطلوب منك انك تجمع ما بين هذه الروايات، وتبقى تبقى اللفظه مضطربه عن الراوي. غير كده حضرتك مش عاجبك، خلاص حقك علينا يا سيدي. يعني واحد يقول اللفظه بثلاث اشكال مختلفه عن بعضها، ده بتسميه ايه؟ سندوتش حلاوه بالقشطه يعني؟ يا سيدي سميه حاجه جميله. الحاجه الجميله اللي حصلت ان الراوي ده نقلها بثلاث اشكال مختلفه، اجمع لي ما بينهم. هو ده ما في الامر. وحضرتك هتقبل المناظره ولا لا بشرط بشرط الجمله اللي انا ذكرتها. اتفضل. تفضل اختم في دقيقتين يا باحث.
طيب انا كان كلامك، انا مداخلتي اللي فاتت كانت اتقطعت اصلا. فاللي انا بقوله ان الرابط اللي انا كنت حاطه لك ده رابط بالانجليزي مش بالعربي، ما اعرفش انت جبت منين انه بالعربي. انا ظهر لي الحاجه اللي بعد مترجم كده يا عربي فانا جماعه، غيرت الترجمه. طيب اللي احنا بنقوله ايه؟ اه ال ال والله نسيت انا كنت وصلت فين. كنا وصلنا عند موضوع الجلد. ان الجلد اصلا بيبقى تو لايرز عند الاسبوع الرابع. فالجلد بدأ يتكون عند الاسبوع الرابع مش السادس. الكلام ده غلط اللي في الحديث. الهير فوليكلز بتبقى عند 13 او 15، اسبوع 13 او 15، فده برضو مش في الحديث. فالكلام اللي في الحديث يا جماعه كده بالتالي هو كلام مش صحيح، كلام خاطئ، كلام باطل. بيقول لي انت لازم تقرر الاول ان الاثنين دول جم صدفه. لا، انا مش مقرر ده ان هم جم صدفه، لان انا عندي الحق بجمع الحديث اللي موجود في البخاري ومسلم بتاع ابن مسعود والحديث بتاع حذيفه. الكلام اللي انت بتتكلم عنه ده بتاع تكوين العظام، واصلا فكره انه ذكر وانثى وتمايز الاعضاء ده ما اتذكرش في الحديث. اللي اتذكر انه بيسال وبيكتب، ما اتذكرش ان تمايز الاعضاء بيحصل عند اليوم 42. فبالتالي انا اقر ليه ده اصلا، اذا كنت انا فاهم انا للحديث وفاهم الامه كلها، جمهور الامه كلها من لدن البخاري ومسلم لحد دلوقتي، ان الكلام ده بيحصل بعد اليوم ال 120. ايه اللي يخليني اقر بده اذا كنت انا بنازعك اصلا في فهمك انت للحديث؟ بعد كده هو ما زال مصر ان انا مش عارف اجمع بين الحديث. يا احنا جمعنا ما بين الحديث. في ذلك يعني في الرحم، مثل ذلك يعني زي ما النطفه 40 يوم دي 40 يوم، ودليلها الروايه اللي في الطحاوي. عايز ايه تاني؟ يجيب لك نبي يعني يقول لك المعنى يقينا حديث؟ يقينا في الرحم، ان يقين. العباره معناها يقينا. يقينا ايه؟ يقينا في ذلك معناها الرحم. يقين عادي ولا يقين عقلي؟ انا شاري منك اللي تعرف تعمله. ايه الفرق ما بين اليقين العادي والعقلي؟ ما بفهمش في اي حاجه غير انك طيب تثبتها. حلو، لما تعرف بقى ساعتها بتكلم. يقين العادي يا جماعه ده والله ممكن يا بقى نتكسر. لو وقفت على شعر راسك ما هتعرف تثبتها يقين، والله العظيم. ما انت لو وقفت على شعر راسك مش هتعرف الفرق ما بين اليقين العادي والعقلي. خلاص، يبقى الموضوع طيب كله ان الشامي مش عارف الحديث المضطرب، وان الشامي مش عارف اليقين النظر ولا اليقين العقلي، انما الاجابه على الاسئله نفسها لما الشامي مش يقين نظري وعقلي. لا، ما انت لما تفهم ساعتها هقول لك حقك عليه هرد على جواب. اليقين العادي يا حضرتك جماعه تقدر معتمد على تثبتها القرائن. يقينا يا استاذ باحث؟ اليقين العادي يا جماعه بيعتمد على القرائن. يعني انا لما الاقي قرائن كتيره كده متكثره عندي بتقول لي ان المعنى ده كذا، انا بيحدث في نفسي انا اطمئنان، بطمئن تقدر ان تاكد لنا ان الحديث هو ده ده المعنى المقصود، ولا كلمه اكد معناها بدليل. تاكيد علمي وتاكيد فلسفي؟ طيب انا اقول طب لحضرتك تعرف تثبت لنا ان هي دي اللي مقصوده بنسبه 100%، ولا كلمه 100% مقصود بها 100% هندسيه ولا 100% جغرافيه؟ طب تعرف حضرتك تبرهن بشكل مؤكد ان هي مقصوده في الرحم، ولا كلمه مؤكد مقصود بها مؤكد جغرافي ولا مؤكد تاريخي؟ حلو يا جماعه، احنا دلوقتي عندنا في ذلك يا احتمالات، يا اما تكون في الرحم، يا اما تكون في هذه الفتره، تمام، يا اما تكون في هذا الجمع. فلو احنا فينا احتمالين من الاثنين لم يتبقى لنا سوى احتمال واحد بس. فالاحتمالين التانيين نفوا بدلاله الروايه بتاعه شرح مشكل الاثار. دي مش روايه تانية، ده هي نفس الراوي. ده الكلام ده لما تبقى روايه تانية صحيحه، ده هي عن الاعمش برضه. ايوه، ما هي عن الاعمش، اللي روى عن الاعمش هنا مختلف. انت عرفت ان الاعمش بقى منين كان صح في روايه 40 يوم بتاعه الطحاوي؟ ما يمكن كان الصح بتاع الاعمش هو الثانيه، الاعمش بس دماغه ما كانش مركز في الثانيه. ايه اللي يضمن لك؟ حلو، انت مش عرفك اصلا ان الروايه اللي انت جايبها بتاعت حذيفه دي كانت صحيحه؟ يمكن كان حذيفه كمان مش مركز. لان ما فيش اضطراب. يعني ايه ما فيش؟ ما هو ده مش اضطراب اصلا، لم ينقل عنه اضطراب خالص، ده هو المتن واحد لم ينقل عنه اي اضطراب. يعني ايه حديث مضطرب؟ ايه يعني ايه حديث مضطرب؟ يعني الحديث اللي بيروى من اكثر من طريق مستويه في الرتبه مختلفه في الالفاظ. لا، مش مختلفه في الالفاظ وبس، بحيث لا يصح الجمع بينها ولا يصح الترجيح. اجمع بقى، لو ما عرفتش تجمع ما بينهم يبقى جمعنا اهو. احنا جمعنا اهو. ايه التنافي ما بين ده حديث واحد مش اكتر من حديث، ده نفس الراوي، لازم يكون في اكتر من طريق. ايوه، ما هو الراوي ده جه عنده اكتر من طريق. الاعمش ده مش جه هو الاعمش بقى قالهم الثلاثه ولا قال واحده منهم؟ ايوه، ولو قالهم الثلاثه يقصد مين؟ يقصد ثلاثه متساويين لبعض ولا كان يقصد واحده منهم؟ يعني يقصد واحد. دلوقتي يا جماعه يعني, الراجل يعني ايه اللي الاعمش كان يقصده في الثلاثه؟ يا عم تسمع، الراجل جه مره روى الحديث، بدل ما يرجع تاني يكرر اللفظ يقول ويكون 40 كذلك و40 كذلك، قال لك فيكون مثل ذلك بالمعنى نفس، زي ما دي 40 دي 40 بالمعنى. ومره ثانيه راح صرح
قال والله لا 40 و40 و40. ففهمنا من ذلك ان هو لما روى مثل ذلك وهو راوي حديث وقصد بها ان هي 40، فبالتالي حلو قوي الكلام طالما ده، هو جميل قصد قوي يا استاذ باحث. الكلام ده يكون جميل قوي في حاله اذا كنت متاكد ان الاعمش كان بيقول 3 احاديث بنفس المعنى. انما لو الاعمش خانه حفظه فنقلها وهو يظنها بالشكل ده، وبعد كده نقلها وهو بيظنها بالشكل ده، ساعتها يبقى الاعمش مش بينقل كلامه بنفس المعنى، ده الاعمش خانه حفظه فبدا يقول بطريقه تانية. فانت ايه اللي يضمن الكلام لك ده انه لما كان تبقى يقصد بتتكلم نفس الكلام المعنى ده مش ان هو خانه حفظه؟ الكلام ده يا فندم لما حضرتك تبقى بتتكلم عن راوي مش حافظ. انت بتتكلم ما هو دلوقتي عن طالما راوي المتن ثقه. اضطرب يبقى في مشكله في حفظ مفيش اللفظه. اضطراب، ما هو مفيش اضطراب، لا مفيش اضطراب. ما هو قالوا ب3 الكلام اشكال ده مختلفه، يبقى الراجل ايوه الحفظ بتاعه كلهم كان السبب معناهم في الحفظ واحد، بتاعه كلهم ولا السبب معناهم ان هو بينقلهم بنفس المعنى؟ كلهم ايوه ما هو كلهم معناهم زي بعض. لما اقول مثل ذلك زي ما اقول 40. الكلام ده لما تبقى انت متاكد انه كان يقصد ان هم يا جماعه معناهم زي بعض، انما انت يا ما انتش سيدي عارف هو كان انت يقصد متابع. معناهم زي بعض ولا كان هو حفظه. ده الراوي نفسه يا جماعه ممكن بعد فتره بينقل الحديث بشكل مختلف لانه بينسى الالفاظ. ده في بعض الكلام ده الناس لما بتنسب الحديث اليها احاديث ثم لما يبقى بعد الراوي ذلك مش ثقه ينكرونها لانهم نسوها. بيبقى هو روى الحديث لما وبينكروا يبقى بعد الراوي كده، مش ثقه، يتقال له انت لما قلت الراوي ده الحديث مش ثقه. الفلاني، يقول لا لانه نسيه. الكلام ده لما يبقى الراوي ان شاء الله ده مش ثقه، انما احنا الراوي اللي لا ده عندنا يا الرواة جماعه ثقات، ده نقل عن ابو هريره نفسه رضي الله عنه انه عمل حاجه زي كده. الكلام ده بقى حضرتك يعني تحتاج بيه ان شاء الله لما يكون انا عندي هنا ما اقدرش ان انا اقول ان اجمع ما بين الحديثين، ساعتها يبقى في اضطراب. انما طالما انا قادر على الجمع مفيش اضطراب يا جماعه. ما هو طالما الجمع لا الراوي ثقه يعني ان الاحتمال وانا الثاني قادر انتفى. الجمع لا احتمال يعني ان الاحتمال الثاني انتفى. احتمال إيه تاني؟ طب ما في ان احتمال الراجل اصلا ان الراجل حذيفه نسي يكون في اصلا، حاجات الراجل نسي ياخدها غلط. وبينقل من الذاكره فنقل الفاظ ثانيه. انت دلوقتي جاي تفترض ان الراوي نسي فنقل الفاظ ثانيه علشان ترد كلامه الواضح الصريح. هو فين بقى يعني الواضح يا جماعه الصريح؟ مش لما تعرف هو كان يقصد طب الالفاظ دي ولا نسي فيها تبقى تقول واضح صريح. هو نسي فيها ايه؟ انت اللي بتفترض انه نسي، انت بتفترض ان انت اللي راوي ثقه بتفترض انه ما نسيش، ما هما الاثنين ايوه افتراض. بفترض انه هما ما الاثنين نسيش ليه؟ افتراض. لا مش بافتراض، انا عندي ده راوي ثقه، تمام؟ الراوي الثقه ده وهو راجل الثقه هو انا ذلك عندي الذي لا ينسى. هو الثقه احنا هو قلنا ذلك ذلك الذي لا الذي ينسى. حال. لكن ده اجيب لك 50 راوي ثقات ثبت ان هم نسيوا الفاظ او اضطربوا في بعض المتون. طب ما تسمع دلوقتي يا جماعه، لما الراجل يبقى ضابط عندي وروى حديثين، الحديثين معناهم واحد او نقدر نفهم منهم معنى واحد، الاولى ان احنا ناخد من هذا الحديث ان الراجل اضطرب ونسي، ولا ان الراجل قال نفس الكلام بس بالفاظ مختلفه بنفس المعنى؟ طالما الراجل الكلام ضابط. ده لما يبقى معناهم واحد، لكن هم ايوه مش معناهم واحد. لا مش معناهم في واحد. مثل الحديث ذلك فيه اكتر من معنى يا سيدي. لا اله الا الله. ايوه ما الحديث انت في ذلك دي لفظه محتمله اكتر من معنى. اللفظ من ضمن المعاني اللي محتملاها 40 ليله، فالراجل هنا خلاص وضح لك المعنى المحتمل اللي عندك. حلو، وانا موافق على هذا الكلام، لكن هيبقى احتمال ان الراوي اخطا مش روى بنفس المعنى. وحديث حذيفه بتاعك يحتمل ان الراوي يكون اخطا. الكلام ده لما تجيب متن تاني عن حذيفه اضطرب لا فيه. مش لازم اجيب متن، لا هو مفيش اضطراب. لا ما هو هنا اسمه خبر الواحد الثقه بيهمل كل الاحتمالات الا اذا ظهرت قرينه. طب الكلام ده فيه اضطراب، في روايات فيها شعر وجلده وعظمه، شعر وجلده وعظمه، وروايات فيها جلده بس، وروايات فيها 42، وروايات فيها 8 عن حذيفه. كلها عن حذيفه، كل ما داروا عن حذيفه، كل ما داروا على حذيفه. حلو قوي. وروايات يبقى فيها زياده 48، الثقه، يبقى زياده الثقه، وروايات فيها 48، يبقى زياده الثقه. الشعر وجلد دي تبقى زياده الثقه، انما هنا فين الزياده؟ ده الفاظ مختلفه عن بعضها. ايوه دي زياده ثقه. المشكله دي زياده ثقه. زياده ثقه. عرفت منين انه ما نسيش؟ وانت عرفت منين انه حذيفه ما نسيش؟ مش هيضرنا لو نسي، ومش هيضرنا لو ده نسي. لا ساعتها هتقول يا يمكن في ذلك يعني في ذلك البطن، ولا في ذلك يعني في ذلك الوقت، ولا في ذلك يعني في ذلك الجمع. انما هناك لو نسي يبقى نسي شعر، نسي شعر بس. ونسي الرقم. الراجل مضطرب في الرقم نفسه، الراجل مضطرب مره يقول 40 ومره يقول 42 ومره يقول 48. حذيفه ما قالش 40 و42. الروايات اللي عنده كلها مره 40. لا روايات حذيفه ما فيهاش اضطراب 40 و42 وبضع و40. لا فيها حذيفه. الحديث مدار على حذيفه اصلا. الحديث منقول عن ابن مسعود عن زيد بن وهب، كل الروايات تقريبا من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود. الروايه الوحيده اللي في صحيح مسلم هي اللي عن طريق حذيفه.
انا بتكلم على حديث ال 42 مش على حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود. حديث ال 42 ده مداره على حذيفه. الراوي اللي قال ان اصحابي يقولون 45 هو قال ان هو مش متاكد. واللي وبعد كده في روايات ثانيه فيها راجل متاكد في 48 بالظبط. برافو عليك. في واحد قال يا جماعه هي 42 ويمكن انا مش متاكد، صحابي بيقولوا 45 انا مش متاكد مين فينا اللي صح. في راوي تاني بقى ما شكش. هو عشان ما شكش. على كل الاحوال يا استاذ بحث، على كل الاحوال حضرتك قول دلوقتي انت عندك رقمين، رقم 120 ورقم 40. طلع لنا الرقم ال40 موافق للعلم مرتين، ده صدفه؟ انت عاوز تقول ان احد الرقمين المنقولين عنه طلع موافق للعلم صدفه؟ لا، احنا عندنا رقمين نقلوا عنه، لازم نرجح الاول ما بينهم، واحنا رجحنا ما بينهم وقلنا ان ال 120 هو اللي راجح. لا احنا اتكلمنا في موضوع الترجيح ده وخلصناه، يعني موضوع الترجيح ده خلص، مش هنرجع موضوع مناظره تاني. ده سؤال تاني، ده سؤال آه. تاني. دلوقتي انت عندك 120 و40، لو احنا ما رجحناش مين فيهم يبقى انت هتقول ان الرقم 40 ده موافق للعلم صدفه، ولا هتقول يتوقف في المساله الى الترجيح؟ فلو رجحنا 42 تصبح ليست بصدفه. الرقم ال 40 ده انت ما عندكش فيه فكره الذكر والانثى دي، لانه ما قالش فيه تميز الاعضاء. اللي عندك فيها فكره العظام، يعني البون اوسيفيكيشن بيبدا عند الاسبوع السادس، ولو انت هتاخد مساله العظام فعندك الجلد والشعر. ما هو فيه احتماليه، ده الكلام ده على سبيل الاحتمال اهو، انا لسه ما بقولكش ان انا موقن ان احنا اتكلمناه في الحوار. دلوقتي فيه احتماليه ان قال ربي ذكر ام انثى، فيه احتماليه ان يكون معناها اصورها لك ذكر ولا انثى يا رب. مش معناها كده انت دي كمان صدفه يا جماعه. لما واحد يقول لا هي مش احتماليه، هي يقين. انا اثبتت انها يقين، لكن الان انا بكلمك بلغه احتمالات. ما قالش كده، ما قالش نصور الاعضاء التناسليه. احنا خلصنا الموضوع ده، احنا مش هنكرر يا باحث، انت مكرراتي، انا مش هكرر، مش هنرجع اللي حصل من شويه. دلوقتي انت عندك لفظه في الكلام اللي بيتقال، والله انت ما بتفهمش. يعني انت عاوز تقول ان رقم 42 مع جنس الجنين، الرقم ده كان مصادفه، لا له علاقه بتصوير ولا غيره، ده جاي لطش صدفه كده. اللي اتقال في الحديث، اللي في نص الحديث يا ربي ده ذكر ولا انثى وبيك بس، ما قالش لا بيميز الاعضاء بتتميز. ما انا سالتك ما جاوبتش، قلت لك يعني خلق سمعها وبصرها ولحمها وعظامها، وجه على جنس بيها ايه؟ انا سالتك يا استاذ باحث وقلت لك طب اشمعنى كتبها في الوقت ده؟ ما جاوبتش. وانا سالك سؤال، سمعها وبصرها هنا دي حقيقه ولا مجاز؟ حقيقه. انت سالتك سؤال ما جاوبتش يا استاذ باحث. طيب سالتك اشمعنى كتبها في اليوم ال 42 ما جاوبتش يا استاذ باحث. قلت لك يعني هو ليه ما كتبهاش في اليوم ال 90 اللي هو اليوم اشمعنى كتب اجله في اليوم ال 42؟ اشمعنى كتب رزقه في اليوم ال 42؟ اشمعنى كتب، ما هو كتب حاجات كتير في اليوم عشان خاطر نفخ الروح في الوقت ده. لا سؤالك يصح في الكلام ده امتى؟ عشان خاطر يبقى كتبها في اليوم 42 عشان نفخ الروح، هو بينزل يكتب الكلام ده فكتب الاجل والرزق عشان خاطر نفخ الروح. انما ايه علاقه الاعضاء التناسليه بقى؟ وذكر وانثى عشان خاطر نفخ ايه علاقتها؟ ايه علاقتها بنفخ الروح؟ يعني هو يعني هو السمع والبصر يمشي، احنا نصنع سمع وبصر بعيد عن الروح عادي، انما نيجي نصنع اعضاء تناسليه لازم الروح تبقى موجوده. مش انت قلت مش انت قلت في روح ده في الرزق والاجل، في الرزق والاجل، في الرزق والاجل، في الرزق والاجل، في الرزق والاجل. يا رب اكتب روح وشقيه، يا رب اكتب رزقه واجله وشقيه ام سعيد. ليه؟ لان ده في الوقت اللي نفخ فيه الروح. انما الاعضاء التناسليه ايه علاقتها بنفخ الروح؟ اشمعنى الاعضاء التناسليه هي يعني اللي هيستنى يكتبها مع وقت نفخ الروح والسمع والبصر والفؤاد؟ مش اشمعنى كتب ده تحديدا في اليوم 42 وهي لسه هتنتج بعد 120 يوم؟ هتسمع ولا مش هتسمع؟ دلوقتي هو اولا ما قالش اعضاء تناسليه، هو قال يا رب يا ذكر وانثى وبك. لو انت بتتكلم ان ده عشان نفخ الروح فاولى ان انا لما اجي هنفخ الروح فيه ابقى عارف ده ذكر ولا انثى، مش الروح دي روح ذكر او روح انثى. اولى ليه يعني ان شاء الله؟ روح ذكر ولا روح انثى؟ روح مذكره ولا روح مؤنثه؟ يعني هي الروح هي كمان ذكر وانثى؟ يعني هي روحي انا زي روح الانثى؟ يعني انت عاوز تقول هي الروح لن تدخل الا في الجنس، لن يتحدد الا بعد دخول الروح؟ ده اللي انت عاوز تقوله؟ طيب روحي انا هل عين الذكر زي عين الانثى؟ يلا، هل عين الذكر زي عين الانثى؟ هل جلد الذكر زي جلد الانثى؟ هل شعر الذكر زي شعر الانثى؟ اشمعنى يعني الاعضاء التناسليه؟ ايه؟ طب ما انا بقول لك اهو، هو ما قالش ان انا صورت الاعضاء التناسليه، هو قال انا بسال يا رب يا ذكر. ما هو جنسه، هو جنسه ده يعني ايه؟ يعني مناخيره؟ ده بيسال ربنا وبيكتب. اشمعنى كتب في الوقت ده؟ عشان بيكتب في الوقت ده، فهو نازل يكتب كل حاجه عن الروح. اشمعنى الجنس متعلق بنفخ الروح؟ قلت لي عشان خاطر روح وليه وروح راجل. قلت لك طب وعين وليه وعين راجل، مناخير وليه ومناخير راجل، وشعر وليه وشعر راجل. يا عم اسمع،
هو دلوقتي الراجل جاء، انا اللي بنتكلم عنه ذكر ام انثى، ده كتابه بيكتب نازل ما هو بيكتب. ده نقطة الخلاف، انت ايه دليلك على ان هي كتابة؟ قلت لي الحديث اصل نفسه ما قالش بيقول كلمة طور، فقلت يا لك عم الحديث بدليل نفسه المجاورة، بيقول قلت لي الحديث نفسه المجاورة بما بيقول بعده لا ما قبله، قلت لك ما بعده ليس من جنس ما قبله فلا يجتمع بما قبله ليس مع بعده، قلت لي لا ده بما بعده عشان متعلق بالروح، قلت لك مجاورة اشمعنى، قلت لي ولية. عشان خاطر عشان روح ولية، فرحت ردد عليك قلت لك ما هو المناخير برضه والعين والودن والشعر اللي هيعملوهم بتوع ولية، اشمعنى دول اللي ما كانوش متعلقين بالروح؟ فدي المرحلة السادسة، احنا الان في المرحلة السادسة، رد على النقطة السادسة، احنا في المربع رقم 6. انت بتتكلم مع نفسك، مش بتسمعني. اللي انت بتتكلم عنه ده يعني ايش عرفني ان هو كتابه؟ هو الحديث اللي بيقول كده يا رب هو يا تكرار، والله تكرار. لا هتقوم تقول لي هيلحق بما بعده، قلت لك لا يلحق بما قبله عشان خاطر هو من جنس ما قبله، هتقوم تقول لي لا يلحق بما بعده عشان الروح، اقول لك اشمعنى الروح، هتقوم تقول لي عشان خاطر الروح وليه، هقوم اقول لك والشعر مش شعر وليه والجلد، تكرار والله يا بقى. علي صوتك يا احمد، مش هخليك ان انت كده عملت حاجه والله. شكلك ما كده تكررش بس اهم حاجه لا وخلاص. انا بقرر، انا بقول نص الحديث تقول لي بقرر. الحديث هو اللي بيقول يا رب اذكر ام انثى فيقضي له ويكتب الملك. معقول قال ويكتب كده؟ انا الملك كنت متخيل انه ما قالش كده يا اخي. طب عندك حاجه ويكتب جديده الملك تضيفها؟ ويكتب معقول الملك. قال تقول لي انت يكتب؟ عرفت انا كنت منين؟ والله متخيل، بتقول انا لي انت والله كنت عرفت متخيل منين انه ان هي بيرسم كتابه؟ والله. بتقول لي انت عرفت منين ان هي كتابه؟ الحديث بيقول لك فيكتب الملك. عايز ايه تاني؟ فيقضي ربك ما شاء يا باحث. يقضي ربك ويكتب الملك. قال لك يكتب ما قالكش وهو وظيفته فيقضي الكتابه ربك بس يا باحث. ويصور الملك. هو يعني هو بس وظيفته الكتابه بس يا باحث. يا عمي هو قال انا بصور انت انا بتقول لي بتاع ايش كتاب، عرفك ان انا هي انا كتابه؟ انا صنايعي عين وصنايعي بصر واشق سمع وبصر وعين وجلد، اجي على الاعضاء التناسليه لا انا مش انا مش شغلانتي، هات ميكانيكي تاني يعمل اعضاء تناسليه، انا بكتب بس. انا ما بقولش اي ان هو ما عقل بيعملش ده؟ موضوع تناسليه، احنا بنتكلم على الوقت اللي بيتعمل فيه هذا الوقت وانا بكتب بس ماشي اشمعنى؟ بعمل. طيب بيكتب يوم 42 وبيعمل في اليوم 120؟ عادي، ايه المشكله؟ اشمعنى ما بقى لا رحت جاي ايه اللي روح وليه؟ قلت لك طب ما اللي فات كمان روح وليه، صوت سرطور الايه الحق. الايه قلت لك بيكتب في اليوم 120 في اليوم 40 وبينفذ في اليوم 120، قلت لك يا جماعه اشمعنى الجنس الروح بالذات متذكره كتابته يوم 40، كتابت يوم 42 وتنفيذه يوم 120، قلت لي عشان دي روح وليه، روح فيبقى الجنس تبع لروح الوليه، قلت لك طب ما هي العين تبع لعين الوليه والمناخير تبع مناخير والجلد تبع مناخير جلد وليه برضه، اشمعنى ده ثانيه يا تحديد؟ جماعه، هو احنا مش ممكن ناخد عين واحده نحطها في واحد؟ نقدرش ناخد سكين جرافت من واحده لا بس ونحطها في في واحد فرق، تاني؟ انت عينك زي عين الوليه يا باحث، انا اتفق معاك لو انت جلدك جلد واحده في ست انا فروق، موافق. في فروق. انت شعرك شعر واحده ست يا باحث، يا فروض عم عندك حق، دي فروض انا عندي سؤال. الاستاذ نقدر يا باحث جماعه يا جماعه ناخد كل اللي هو بيقوله ان ناخد الجنس ترانسبلانت؟ بيكتب نظريا في اليوم 42 وبيتنفذ عمليا في اليوم 120، ده طرح الاستاذ باحث. ما بياخدوش يا جماعه القرنيه بتاعت الموت وبياخدها الاحياء عادي، تفرق ذكر ولا انثى هنا. والله انا كنت الكلام ده متخيل كلام فعلا فاضي. انها ما تمشيش يا استاذ باحث. ما روح انت ده الست، كلام. روح الست ليه لازم نطبع عليها الاعضاء التناسليه لكن ما نطبعش عليها بقيه الاعضاء؟ ده السؤال. عشان الروح دي، ما هي ايه الروح بقى؟ قول لي انت ايه هي الروح؟ زي الحديث المضطرب ما اعرفش، ما تعرفش؟ زي الدليل العقلي والدليل المناخيري يا عم رد على السؤال يا عم. الجماعه ويقين عقلي ويقين ما انت مش عارف الفرق ما بينهم، ما دي المشكله انك مش عارف. هي دي المشكله فعلا، مش المشكله انك تجاوب على السؤال، المشكله ان الشامي مش عارف الروح. عندك حق الله يكرمك، ما انت مش عارف الروح، ما هي دي الفكره. عندك حق فعلا، انما انك تجاوب على السؤال نفسه ده مش موضوعنا. انا جاوبتك على السؤال يا حبيبي، انا جاوبتك على السؤال. طب اللي خلاص خلاك كتب 42 قلت لك كتب. حضرتك ايه رايك نعمل مناظره في موضوع الشعر والجلد؟ لا خلاص خلص نعمل مناظره في الشعر والجلد. طب انا عاوز كمان معاك مناظره يا استاذ باحث في موضوع موثوقيه انتقال النص القراني. حلو، نعمل مناظره. نعملها النهارده بالليل؟ مش النهارده بالليل. الساعه كام طيب؟ لا انا بكره عندي مناظره. لو انت عايز مناظره في موثوقيه نقل النص القراني تعالى عادي نعملها بالليل، مفيش مشكله. طيب الساعه 12، الساعه 1، الساعه 12. بقترح مناظره في الروح ذكر ولا الروح الذكر. انا قابل بمناظره زي دي، بس اللي ينظم المناظره ما بيننا تكون الدكتور. بقترح الدكتوره سنه الشربيني.
طيب يعني انت موافق النهارده بالليل تكون المناظره الساعه 1 بالليل مثلا او 12 بالليل؟ خليها 12 بالليل عادي، ما عنديش اي مشكله، بس بتوقيت المناظره القاهره في توقيت انتقال النص أنا القراني. بس ماشي مفيش مشكله. أدير لكم إياها أنا يا دكتور. بالظبط. أنا دكتورة سنة مثلا أو لا مش انت يا دكتوره اتش اللي ادير المناظره، انا طيب بقترح المناظره دكتوره سنه الثانيه مسلمه بتاعه اللي الجلد والعظام، أديني بتاعه جلد أديني الشعر، عليه تنظيم لطيف. بتاعه الجلد والسقط دي هنعملها امتى؟ نعملها لا الاسبوع ربنا الجاي. لما نتفق ان شاء الله على ميعاد المناظره الثانيه. لو انت ماشي عايز النهارده تتناظر بالليل، فانا بقترح دكتوره سنه تنظم ما بين المناظره، لان انا مفيش هحتفظ مشكله، عاوز انت بالخصوصيه. والدكتوره سنه طب ليش تنظموها انا ما كل عنديش مشكله. واحد ما لا بس انا بدك انتوا يعني الاثنين لا الدكتوره سنه انسانه ليش مسلمه، وانا بثق في حياديتها فقط. مفيش اي مشكله. طب أنا حيادية والله، بكون بالمناظرات حيادية عادي بس يا عادي. دكتوره اتش، يا دكتوره انت حرام إذا عليك. هي خلاص شكرا يا فاضية استاذ باحث، بديرها. عشان الاخوه يعلقوا. اتفضل يا يتعلق دكتوره هلا عليها عشان نمشي التكست الترن. الله يحفظك.